السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وحبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معاكم مستر حسام طلعت، واحنا النهارده في فيديو جديد هنراجع فيه على المنهج بشكل كامل من أول يونت 7 لحد يونت 12، وكمان يا مستر هنحل مع بعض يعني مش كتير، حوالي 300 400 سؤال كده علشان نكون جاهزين وتبقى دي كل حاجة أنت محتاج تعرفها عن الامتحان بتاعك قبل ما تبدأ. يلا بينا نبدأ. هنبدا مع بعض بيونت 7. يونت 7 زي ما احنا عارفين كان بيتكلم على النسيسيتي واللاك اوف نسيسيتي اللي هي الضروره وعدم الضروره، والقواعد بتاعتنا بقى من اول must till mustn't و have to has to و need و needn't وكل الكلام ده. خلينا نبدا باول حاجه ونكون عارفين ان احنا هنتكلم على الضروره في البريزنت المضارع والباست الماضي وكمان الفيوتشر المستقبل، ده لما ندخل على must والmustn't والشوز وشوز. تعالى الاول يا مستر نعرف ان كلمه ضروره بمعنى necessity او necessary، وهنعرف الفرق ما بينهم تحت. طب يا مستر اول حاجه نكون عارفينها ان احنا عندنا قاعده اسمها have او has مع to، وبيجي بعدهم الفعل في المصدر، ودي بمعنى مضطر ان يفعل الحاجه. بيعملها بمزاجه ولا غصب عنه؟ لا طبعا يا مستر بيعملها غصب عنه. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، 99% اذا ما كانش 100% لما بستخدم هاف وهاز تو بعرف ان الحاجه دي لازم تعملها غصب عنك، ولو ما عملتهاش هتتعاقب بقى. طب يا مستر لما باجي انفيهم قال لك عندك طريقتين للنفي. ليه عندك طريقتين للنفي؟ قال لك لان في الجمله في طريقتين، يا اما اقول هاف وهاز تو على طول يا اما احط جود. بس في الجمله مفيش فرق ما بين هاف وهاز تو وهاف وهاز جوت تو، انما في النفي قال لك اقدر انفي دونت ودازنت مع هاف تو، وفي الحاله دي ما ينفعش استخدم جوت، ما ينفعش استخدم جوت. انما يا مستر هنا قال لك لو انت استخدمت جوت تنفي بهافنت او بهازنت، لو عندك جوت تنفي بهافنت او بهازنت. طب يا مستر تعالى نشوف الامثله اللي قدامنا. قلت لك we have to follow the rules، يجب علينا اتباع القواعد. طب لو ما اتبعناهاش في عقاب. تعالى نشوفها في النفي we don't have to hurry، احنا مش مضطرين، مش لازم، مش ضروري ان احنا نستعجل، فعملت الحاجه او ما عملتهاش مفيش مشاكل. تعالى ناخد امثله على اللي فيهم جود. لقيت هنا بقول لك we have got to، يا مستر مفيش فرق ما بين have to على طول و have got to، انما يا مستر في النفي قال لك هننفي بهافنت او بهازنت قبل ما نحط got. زي الفل يا مستر. بننزل من الضروره او الالزام لحاجه اسمها الاحتياج. الاحتياج هي حاجه ضروريه، بس هل هي لازم تعملها او مجبر عليها ولا ممكن تتاجل؟ قال لك لا ممكن تتاجل، انا محتاجها بس مفيش حد فرضها عليا. وعندنا كلمه يحتاج اللي هي نيد او نيدز، وما تنساش ان حرف الاس ده محطوط عشان الهي والشي والات. طبعا كلمه نيد بتاخد حرف الجر تو عادي جدا يا مستر، واسمها نيد او نيدز تو زائد الفعل في المصدر. انما في النفي بتاعها قال لك اول طريقه للنفي هي نيدنت، وركز في نيدنت لان نيدنت يا مستر بتيجي بدون تو، مفيش معاها تو، هتستخدم نيدنت ما ينفعش تستخدم الايه؟ التو. طب يا مستر زي الفل، زي الامثله اللي قدامك كده we need to buy a new car، محتاجين نشتري عربيه جديده. هل ده معناه يا مستر ان احنا مجبرين نشتريها ولا ده احتياج؟ قال لك لا ده احتياج. طب يا مستر في طريقه ثانيه للنفي، قال لك انا ممكن انفي بدونت او دازنت وبعديها احط نيد تو. يعني يا مستر بدل ما اقول لك نيدنت والمصدر ممكن احط دونت نيد تو او دازنت نيد تو، قال لك عادي مفيش اي مشاكل. بعد كده يا مستر عندنا بعض الاكسبريشنز اللي اقدر استخدمها عادي جدا بنفس معنى الضروره وعدم الضروره في المضارع. اول اكسبريشن هو it is necessary، وركز على حرف الار ده لانه هيعمل معانا شغل تحت. it is necessary بالار for someone، هنا لازم يكون في ايه؟ someone ايا كان مين هو الشخص. وبعد كده بقوم حاطط to do something. بنقول القاعده اسمها it's necessary for someone to do something، من الضروري للشخص ده انه يعمل الحاجه دي. في النفي قال لك بسيطه، حط بدل ما هي is تبقى isn't وتبقى نفيتها، وما اظنش ان في اسهل ولا ابسط من كده. بعد كده ندخل على الضروره بس في الماضي. قال لك يا مستر الماضي من هاف وهاز هو هاد، طب انا عايز اخليها ضروره في الماضي استخدم هاد تو بس. قال لك بس، يعني مجرد ما تستخدم هاد تو انت كده عملت ضروره في الماضي والموضوع انتهى بدون اي مشاكل. طب يا مستر ايه الماضي من نيد؟ قال لك نيدد، فانا بدل يا مستر ما هي نيد ونيدز خليتها نيدد وكده بقت احتياج في الماضي. قال لك بس بالبساطه دي. يبقى يا مستر had to او needed to دول الضروره في الماضي؟ ايوه،
بس لما نيجي نتكلم على عدم الضروره في الماضي هنواجه مشكله. ما هو انت لما تقول لي ان الحاجه دي مش ضروريه، هل هي مش ضروريه وانا عملتها؟ ولا مش ضروريه وانا ما عملتهاش؟ ولا مش ضروريه وما اعرفش اتعملت او ما اتعملتش؟ قال لك عشان كده احنا عندنا 3 قواعد. القاعده الاولى هي didn't have وفيها to، وتو طبعا هيجي بعديها الفعل في المصدر. قال لك لو هي didn't have to زائد الفعل في المصدر لم يكن مضطر ولم يفعل، ما عملش الحاجه ما كانتش ضروريه وما اتعملتش. زي المثال ده بقول لك you didn't have to come early، انت ما كنتش مضطر تيجي بدري وانت ما جيتش بدري. انما يا مستر لما تيجي تستخدم needn't have والمره دي تصريف ثالث، اوعى تنسى ان needn't يا مستر انت قايل لي بتيجي بدون to. needn't have زائد التصريف الثالث هو ما كانش مضطر بس المره دي فعل. يبقى يا مستر didn't have to ما كانش مضطر وما عملش، انما needn't have تصريف ثالث ما كانش مضطر بس عمل الحاجه. زي المثال ده why did you buy bread؟ انت ليه اشتريت عيش يا ابني؟ you didn't have bought bread، انت ما كنتش مضطر تشتري عيش. القاعده الثالثه بقى يا مستر هي didn't need بس المره دي حط to. قال لك didn't need to بتقول لك ما كانش مضطر ولا نعلم، ما نعرفش عمل الحاجه ولا ما عملهاش. طب يا مستر الاكسبريشنز بتوعنا انا ممكن بدل ما كانت از اخليها وز؟ قال لك عادي يا مستر. هنا بدل ما كانت ازنت خليتها وزنت؟ عادي جدا. يبقى يا مستر الضروره في المضارع هي have او has to، ممكن تبقى have او has got to، ممكن في الاحتياج تبقى need او needs to. طب عدم الضروره في المضارع قال لك هي don't و doesn't have to و haven't و hasn't got to. ويا مستر مع need بتبقى needn't من غير التو، وممكن تبقى don't و doesn't need to. في الماضي يا مستر قال لك الضروره في الماضي هي had to او needed to. طب عدم الضروره في الماضي قال لك 3 قواعد. الاولى didn't have to ما كانش مضطر وما عملش، انما الثانيه didn't have be ما كانش مضطر بس عمل. الثالثه didn't need to ما كانش مضطر وما نعرفش عمل او ما عملش. ندخل بعد كده على الفيوتشر او المستقبل، والمستقبل ده اسهل. قال لك كل اللي عليك تعمله ان انت هتستخدم will يجي بعديها have او need، اوعى تنسى تحط to بعد كده الفعل في المصدر بالبساطه دي. فهقول لك I will have to study سوف اكون مضطر ان، يعني يا مستر will have to بمعنى سوف اكون مضطر ان، هبقى مضطر اعمل الحاجه دي امتى؟ طب يا مستر لو هي في النفي قال لك هتبقى want لان النفي بتاع will، وبعد كده have او need to زائد المصدر، ودي بمعنى لن اكون مضطر. انا مش هبقى مضطر، مش هبقى مضطر امتى؟ في المستقبل. فقلت لك tomorrow is Friday بكره الجمعه you won't have to get up early، انت مش مضطر تصحى بدري. طب لو صحيت بدري هيجرى حاجه؟ لا. طب ولو ما صحيتش برضه عادي مفيش اي مشاكل. طب يا مستر الاكسبريشنز بتاعتنا قال لك هتبقى will be وفي النفي هتبقى won't be، بس خلي بالك ان كل اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده هو necessary بالار. ليه يا مستر ما انت عمال تركز؟ قال لك بص بقى كده لانها لو بقت necessity التي قال لك لازم تحط قبلها فتبقى it is a necessity to و it isn't a necessity to. وممكن يا مستر اشوف it is a must to، والثلاثه بمعنى من الضروري ان، والثلاثه يا مستر بمعنى من الضروري ان. ندخل بعد كده على must و mustn't اللي هم يا مستر بمعنى ايه؟ قال لك يجب، بس لو رحت الثانيه قلت لي لا يجب يبقى انت اتضحك عليك. معظم الطلبه فاكره ان الماست عكسها ماسنت وبيبصمجوا على الكلام ده. طبعا لا، هي ماست عكسها ماسنت في النصيحه بقوه وبس، فركز كويس في الحته دي. ماست يا مستر بتيجي مع الالزام او الضروره، وحط لي كده سلاش القوانين العامه، بس بشرط تبقى بنص القانون نفسه. طب يا مستر قلت لك اي ماست كلين ماي روم، انا لازم انضف اوضتي، انا كده اللي عايز انضفها مني لنفسي، الزام يعتبر داخلي. طب يا مستر تاني حاجه هي نصيحه بقوه، وقال لك ماست هي نصيحه بقوه بمعنى افعل، عايزك تعمل الحاجه. وخلي بالك
انا لو بحب الشخص اللي بكلمه لما هاجي هنصحه بمصل. ليه؟ لان كده هينصحك بقوه، الشخص ده قريب ليا. انما لو شخص غريب او بعيد عني ما بنصحوش بمصل. طب يا مستر، تالت واحده كانت الدعوه بحراره، الورم انفيتيشن. يعني ايه ورم انفيتيشن يا مستر؟ قال لك يعني عزومه حقيقيه مش عزومه مراكبيه. خلي بالك ان احنا بما اننا بنراجع فاحنا هنزود استخدام رابع لمصر، والاستخدام دوت يا مستر من يونت 12 اخر يونت في المنهج، وهو حدث شبه مؤكد في المضارع. ليه يا مستر كنا بنقول ماست دي اللي هو شبه مؤكد في المضارع؟ تعالى ندخل على مصر. قال لك مصر اول استخدام ليها هو المنع والتحريم. بقول لك ممنوع او محرم. طب لو ما سمعتش كلامي وعملت الحاجه بس يبقى تتحاسب وتتعاقب. قلت لك يو ماسنت، ممنوع التقاط الصور لان ديت هي ميلتري اريا مثلا. ممنوع التقاط الصور لانها منطقه عسكريه. طب لو التقطت صور تتحاسب وتتحاكم. طب يا مستر خلي بالك بقى ان ماسنت هنا في الحاله دي اقدر ابدلها بايه؟ قال لك اقدر ابدلها بكانت. ده في حاله المنع والتحريم، لان في حاله النصيحه بقوه ما بتتبدلش بكانت. فمثلا اقول لك يو mustn't waste your time، هل اقدر امنعك ان انت تضيع وقتك ولا دي نصيحه بقوه؟ لا طبعا دي نصيحه بقوه. خلي بالك بقى من الكلمات اللي بتحمل نفس معنى mustn't. زي ايه؟ قال لك زي not allowed، against the law، وبان، وبروهيبتد، وحاجات كتيره قوي. وخلي بالك من الملحوظه المهمه اللي هقولها دلوقتي. mustn't مستحيله تيجي في الماضي. mustn't ليه يا مستر؟ لان mustn't بتيجي في المنع والتحريم. فيا مستر الحاجه الممنوعه امبارح ممنوعه النهارده ممنوعه بكره، فmustn't ملهاش ولا ماضي ولا مستقبل، مضارع فقط. ندخل بعد كده على should وshouldn't، ينبغي ولا ينبغي، اللي هم بتوع النصيحه العاديه. يبقى should وshouldn't يا مستر هم النصيحه، وهي النصيحه العاديه وبس. تعالى بقى بص معايا كده يا مستر على should. should احنا عارفين انها بيجي بعدها فعل في المصدر، بس خلي بالك ان البدائل بتاعتها اول بديل had better، وخلي بالك ان had better معاها would rather اللي كانت عندنا في الترم الاول. had better would rather من بدائل should بيجي بعديهم فعل في المصدر. طب يا مستر ممكن اقول لك I advise someone to do something، I advise بيجي بعديها مفعول و to والمصدر. ممكن اقول لك it's advisable، ممكن اقول لك it's important to، وممكن اقول لك ought to. وركز على ought to عشان هنشتغل عليها شويه. وبما اننا بنراجع فممكن نقول واحده برضو بتستخدم في النصيحه من يونت 8 اللي هي بتاعت if I were you، اللي هي لو انا مكانك. طب يا مستر shouldn't، قال لك shouldn't بتنفي كل الكلام ده، بس خلي بالك ان had better بتتحط نوت بعديها، و would rather هتتحط نوت برضه بعديها. طب يا مستر وطبعا ought بتبقى oughtn't to. مش ده المهم، امال ايه المهم؟ قال لك المهم should في الماضي. should في الماضي هو في نصيحه في الماضي؟ قال لك لا. امال قال لك should في الماضي بتعبر عن البليم او الريجريت. يعني ايه يا مستر بليم؟ قال لك بليم يعني لوم. يعني ايه يا مستر بليم؟ قال لك يعني لوم. طب وريجريت؟ قال لك يعني ندم. يبقى يا مستر should have تصريف ثالث اللي هو الماضي بتاع should بتعبر عن اللوم والندم. فهتلاقيني بقول لك ملحوظه مهمه تحطها حلقه في ودنك اوعى تنساها، المنفي مثبت والمثبت منفي. يعني ايه؟ قال لك يعني ايه should مثبته؟ حصل؟ يبقى الفعل منفي ما حصلش. You should have studied، كان المفروض تذاكر، يبقى انت ما ذاكرتش. بص كده عليها بالعربي بمعنى كان ينبغي ان يفعل ولكن لم يفعل. كان المفروض تعمل بس انت ما عملتش، فانا بلومك بقول لك كان ينبغي ان تفعل ولكن لا تفعل. ولما بتيجي مثبته يبقى الفعل منفي ما حصلش. طب لو جت منفيه يبقى الفعل مثبت حصل. بقول لك you shouldn't have slept late، ما كانش المفروض تنام متاخر. معنى كده ان انت نمت متاخر. يبقى يا مستر المثبت منفي والمنفي مثبت. لو الجمله عندي بشد المثبته يبقى الفعل منفي وما حصلش، ولو الجمله عندي بشد المنفيه يبقى الفعل مثبت وحصل. ندخل بعد كده على يونت 8. يونت 8 يا مستر بيشرح حالات اف، وحالات اف عندنا هم 4 بيبداوا بالزيرو وبينتهوا بالثيرد، صفريه اولى ثانيه ثالثه. خلي بالك بقى كل حاله من حالات اف بتعبر عن حاجه وليها قاعدتها الخاصه.
بس حاجه مهمه قوي 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 تخليها في بالك. احنا دلوقتي مثلا لما نيجي نقول ان الحاله الصفريه بتتكون من اف او وين زائد مضارع بسيط، هو المضارع البسيط كله يعني ايه؟ قال لك يعني مثبت ومنفي في الجمله في السؤال وفي المعلوم والمجهول. يعني المضارع البسيط بشكل ايه؟ بشكل كامل. لما نقول ماضي بسيط يبقى الماضي البسيط بشكل كامل وهكذا. طب يا مستر الحاله الصفريه قال لك هي بتتكون من اداه شرط، واداه الشرط بتاعتي هي اف او وين. بعد كده يا مستر المضارع البسيط ده هو جمله الشرط، والناحيه الثانيه مضارع بسيط وهو جواب الشرط برضه. طب يا مستر بستخدمها امتى الحاله الصفريه؟ قال لك بتعبر معايا عن 3 حاجات. الحاجه الاولى يا مستر هي الحقائق العلميه. يعني ايه حقائق علميه؟ قال لك زي مثلا لو سخنت الميه it boils بتغلي. هتيجي في مره تسخن ميه من غير ما تغلي؟ قال لك لا يا مستر دي حقيقه علميه ثابته. طب يا مستر الحاجه الثانيه قال لك العمليات الحسابيه، جمع طرح وضرب وقسمه. if you add لو جمعت 5 to 4، لو جمعت 5 زائد 4 you don't get 10، مستحيل ما يدكش ايه؟ 10. طب يا مستر الاستخدام الثالث قال لك العادات. العادات بتاعتك اللي في الغالب هتلاقي فيها ظروف تكرار. بقول لك if I work for 12 hours لو اشتغلت ل 12 ساعة I always get tired أنا دائما بشعر بالتعب. يبقى يا مستر الحالة الصفرية بتيجي في 3 حاجات: حقائق علمية، عمليات حسابية، وعادات. يبقى يا مستر الحالة الصفرية بتيجي مع الحقائق العلمية والعمليات الحسابية والعادات. بعد كده نخش على الحالة الأولى. قال لك الحالة الأولى بتجيب مضارع بسيط. بعد كده ركز قوي 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 في السبجكت. وبعد السبجكت بيجي كان أو ويل أو مي أو شود. طب يا مستر مالهم؟ قال لك كان بتعبر عن القدرة، واللي عن التنبؤ، مي عن الاحتمال، وشود عن نصيحة. فمثلا المثال اللي قدامك if you study hard لو ذاكرت بجد you will، بس بتنبأ ان انت لو ذاكرت سوف تنجح. بقول لك if you don't train hard لو ما اتمرنتش بجد you can't win، مستحيل ان انت تفوز، لا تستطيع الفوز. في المثال الثالث قلت لك if the homework isn't done. وايه مستر ده؟ قال لك عادي يا حبيبي ده مضارع بسيط برضه، بس ايه؟ بس المجهول. واحنا قلنا الحالات بتاعت اف الاربعه انا بقول اسم الزمن، يعني ايه يا مستر؟ في المعلوم والمجهول والنفي والسؤال والجمله وكل حاجه. بقول لك if the homework isn't done the teacher will punish us لو الواجب ما اتعملش المعلم سوف يعاقبنا. عايزك بقى تركز معايا في المثال اللي هكتبه لك دلوقتي. المثال بيقول بقى ايه؟ if you feel ill لو شعرت بالمرض not a doctor. وفي الاختيارات قمت كاتب لك will see، كتبت لك should see، كتبت لك can see وmay see. هسيبك تفكر للحظة وتختار مين فيهم الإجابة. طبعا اللي فيكم راح يختار ويل قمت قايل له غلط ما تنفعش. طب اللي قال لي خلاص يا مستر دي واضحه قوي دي نصيحه، اقول له برضه غلط. انما اللي هيقول لي قدره برضه غلط. بس يا مستر يبقى الاختيار الاخير احتمال، اقول له برضه غلط. ليه بقى؟ هما الاربعه دول يا مستر لما كنا كاتبينهم قلنا لازم يجي قبلهم سبجكت. طب هل هنا كده في سبجكت ولا جايه بدون فاعل بدون سبجكت؟ قال لك السبجكت في الحاله دي بنقوم جايبين الانفينيتيف الفعل في المصدر. طب ليه يا مستر؟ قال لك لان دي كده استخدام من استخدامات الحاله الاولى من اف، وهو اسمه جمله امريه. وتبقى الجمله بمعنى لو شعرت بالمرض زر بامره انه يذهب لزياره الايه؟ الطبيب. يبقى يا مستر الحاله الاولى معانا كده كم استخدام؟ 5. الاستخدام الاول القدره، الثاني التنبؤ والنصيحه بشد، والاحتمال بمي، والخامس جمله امريه لما ما يبقاش في فاعل بنجيب الفعل في المصدر. طبعا دي القاعده بتاعت الجمله الامريه اللي احنا كنا لسه بنشرحها. بعد كده عندنا بديل لاف وهو شود، وشود هنا جايه بمعنى لو او اذا، زيها زي اف بالظبط، بتبقى هي دي اداه الشرط. في الحاله دي ايا كان ايه هو الفاعل هيجي الفاعل في
مصدر. وركز ايا كان ايه هو الفاعل، لان المثال هيجي لك كالاتي. المثال هيبقى مكتوب نقط she study hard she will pass. وفي الاختيارات يقوم حاطط لك يا ترى هي if ولا هي should ولا هي unless ولا as long as. طبعا يا مستر انت ظاهر عبيط ايدك تتمد على اف، اقول لك غلط. ليه؟ قال لك لان ستادي دي جايه انفينيتيف. هل من الطبيعي يا مستر ان اف يجي بعديها انفينيتيف؟ طبعا لا. عشان كده يا مستر الاجابه هنا هي ايه؟ should، علشان الانفينيتيف. انما لو كتبت نفس المثال وقمت عامل كده وقمت قايل لك she studies وقمت مكمل، قال لك في الحاله دي يا مستر يبقى عندك اجابتين تنفع as long as وتنفع كمان if، وساعتها يبقوا الاجابتين ايه؟ صح. ندخل بعد كده على الحاله الثانيه، وخلي بالك لان الحاله الثانيه فيها تريكايه بتقع من ناس كتير. اعرف الاول يا مستر ان الحاله الثانيه هي ماضي بسيط زائد would وكود ومايت زائد الانفينيتيف. طب ايه التريكايه يا مستر اللي ممكن اقع فيها او تلخبطني في الحاله الثانيه؟ قال لك بص وصحصح كويس. الحاله الثانيه هي بتعبر عن المضارع. يا مستر ازاي دي ماضي؟ قال لك بس بتعبر عن المضارع، بستخدمها للتمني، ان انا بتمنى حاجه في المضارع. وخلي بالك يا مستر هي مش دايما تمني، هي ممكن تعبر عن حدث شبه مستحيل. مستحيل الحاجه دي تحصل في المضارع. زي مثلا بقول لك if you had money، لو معاك فلوس you could buy a car. هل انت معاك فلوس دلوقتي؟ لا. هل تقدر تشتري عربيه دلوقتي؟ مستحيل. ماشي يا مستر. قال لك بعد كده بناخد بقى اللي احنا لسه قايلينها فين السبعه مع شد. قال لك بتاعت if I were you اللي هي بمعنى لو انا مكانك. بس خلي بالك بقى، لو انا مكانك دي يا مستر لا الاي اساسيه ولا اليو اساسيه، الاف والوير هما الاساسيين. لا انا ما فهمتش، انا سرحت منك. قال لك يعني ممكن تبقى اف علي وير احمد، لو علي مكان احمد تنفع. ممكن اقول لك if I were in your place تنفع. if I were in a better position تنفع. يبقى مثلا احنا عندنا في الحاله الثانيه استخدامات was شبه منعدمه. طب يا مستر بعد كده بنشوف الامثله بتاعت if I were you I would study hard، لو انا مكانك انا بذاكر بجد. ندخل بعد كده هنسطر على الاستخدام او البديل اللي عليه الدور. قال لك هو اسمه if it weren't for، وكلمه if it weren't for بمعنى لولا، وبيجي بعدها نون. فبقول لك لولا النون، لولا الاسم ده او الشخص ده او الشيء ده، الحاجه دي كانت هتحصل او ما كانتش هتحصل. فمثلا قلت لك if it weren't، لولا عربيه احمد احنا هنتاخر، يبقى احنا مش هنتاخر بفضل عربيه احمد. البديل اللي عليه الدور بقى يا مستر هو وير. وخلي بالك انا كاتب وير بعدها سبجكت، يعني مفرد او جمع، يعني هي او شي او ات، ممكن يبقى وي يو ذي، ممكن علي محمد حسين اي حد عادي. يا مستر قال لك مع وير اللي هتبقى جايه بمعنى اذا او لو، يجي بعد كده تو المصدر او اسم وصفه. خلي بالك ما بيجيش مصدر، بيجي تو والمصدر، والناحيه الثانيه تلاقي وود والمصدر. زي المثال ده بقول لك where he to study، لو هو ذاكر بجد he wouldn't fail، ما كانش هيفشل. يا مستر انت جبت تو والمصدر، انما هنا قلت لك where she a good teacher، انت جبت ايه يا مستر؟ adjective صفه. بعد كده يا مستر ممكن نستخدم should، واللي هي برضه بمعنى اذا او لو. سامعك يا اللي بتقول لي طب افرق ازاي ما بين should اللي في الحاله الثانيه وشد يا مستر اللي انت لسه قايلها في الحاله الاولى؟ الاثنين بيجي بعديهم مصدر، بس الفرق في الاولى كانت will، انما في الثانيه لقيتها would. ندخل بعد كده على الحاله الثالثه. بص يا سيدي الحاله الثالثه انت بتبدا فيها باف، أداة الشرط عادي جدا. قال لك يجي بعديها ماضي تام اللي هو سبجكت هاد بي بي، ممكن تبقى هادت، ممكن ابدا بهاد زائد السبجكت زائد البي بي عادي يا مستر، ممكن تبقى هاد بين تصريف ثالث برضه عادي. قال لك بس الناحيه الثانيه كود او وود او مايت زي الحاله الثانيه. قال لك لا، هنا في هاف زائد التصريف الثالث. فلقيت المثال بيقول لك if you had eaten، ادي had
وادي التصريف الايه؟ الثالث. You wouldn't have felt hungry، ما كنتش هتحس بالجوع. قبل ما نكمل في بدائل الحالة الثالثة في بعض الأمثلة لازم نخلي بالنا منها. تعالوا نشوفهم مع بعض. تعالوا نبص على أول مثال معانا. بيقول لك if I had used clothes، لو أنا عندي ملابس مستعملة I not to charity. للوهلة الأولى أو للبصة الأولى يا مستر أنت عندك had وتصريف ثالث، هتقول لي يا مستر بس دي حالة ثالثة وهتقوم رايح زي العبيط تختار would have donated. تلاقيني بقول لك غلط. تقول لي ليه يا مستر غلط؟ ما هي حالة ثالثة. أقول لك لا دي مش حالة ثالثة. امال قال لك شايف يوز دي اللي هنا مالها؟ قال لك دي adjective، دي صفه بمعنى مستعمل. في الحاله دي يا مستر تبقى حاله ثانيه. هاد هنا جايه بدون مفيش معاها بي بي، وطالما مفيش معاها بي بي تبقى حاله ثانيه وتبقى الاجابه would need. تعال بص المثال اللي بعديه. if I know at homework I would have to do it. طب انت اللي بس يا مستر انا عندي would وعندي have وتبقى حاله ثالثه. اقول لك بس يا عبيط ليه يا مستر ما تبقاش حاله ثالثه؟ ما الاجابه واضحه. اقول لك غلط. ليه؟ اقول لك يا حبيبي انا هنا جبت would have في تصريف ثالث. لا يا مستر دي تو المصدر. قال لك يبقى دي حاله ثانيه ما يضحكش عليك، وطالما حاله ثانيه تبقى ماضي بسيط وتبقى had. اخر مثال ممكن تشوفه بيلخبط برضو على حالات اف. بيقول لك if I had written work I not able to go out with you. يا مستر لا مش اوضح من كده، دي had ودي التصريف الثالث. اقول لك برضو غلط. يا مستر ازاي؟ ما هي written work دي كده على بعضيها بمعنى اعمال مكتبيه او اعمال مكتوبه، اعمال كتابية، حاجة عايزة تتكتب. يبقى حالة تانية يا مستر، وفي الحالة دي تبقى الإجابة wouldn't be. طب حتى would be غلط؟ عشان المعنى. بقول لك لو أنا عندي أعمال كتابية، حاجات المفروض أكتبها، هخرج ولا مش هخرج؟ لا يا مستر منفية، تبقى مش هخرج. نرجع بقى نكمل الحالة الثالثة. قال لك يا مستر أنت ممكن تبدأ بهاد واللي هتبقى جاية بمعنى إذا أو لو، وبعد كده السبجكت ويبقى فاضل البي بي، وده كده بديل في الحالة الثالثة، فهتلاقي would have زائد البي بي. فبقول لك had you eaten، لو كنت أكلت اللانش ما كنتش حسيت بالجوع. معنى كده إن أنت ولا أكلت اللانش ولا حسيت بالجوع. وافتكر معايا الحالة الصفرية كانت بتعبر عن 3 حاجات: حقائق علمية، عمليات حسابية، وعادات. الحالة الأولى كانت بتعبر عن القدرة، التنبؤ، والاحتمال، والنصيحة، والأمر. إنما الحالة الثانية كانت بتعبر عن حدث شبه مستحيل في المضارع، إنما الثالثة بتعبر عن الماضي. طب يا مستر لما بحب أنفي القاعدة دي قال لك بنفيها بهاد زائد السبجكت، قبل ما تحط التصريف الثالث حط not زائد التصريف الثالث. نكمل القاعدة عادي. طب يا مستر ايه الفرق ما بين لولا في الحالة الثانية ولولا اللي عندنا في الحالة الثالثة؟ احنا لسه قايلين بقى في الحالة الثانية لولا تعبر عن المضارع، انما في الثالثة تعبر عن الماضي، واسمها if it hadn't been for لولا، وبرضه بيجي بعدها الايه؟ الاسم. ندخل بعد كده على unless اللي بمعنى يا مستر if not، يعني بالعربي بمعنى لو لم. خلي بالك يعني ايه يا مستر بتساوي if not؟ قال لك يعني بدل ما اقول لك if you didn't study اقول لك unless you studied. والاي دي جت منين؟ اقول لك ما هي didn't study دي ماضي بسيط، فلما شلت didn't عشان ما ينفعش انفي مرتين رجع لي التصريف الثاني للفعل اللي هو studied، والجمله الناحيه الثانيه ما بتتغيرش بتفضل زي ما هي. بعد كده يا مستر قال لك عندك without و but for. كلمة without يجي بعديها noun أو verb مضاف له ing، إنما but for بيجي بعديها noun. وخلي بالك يا مستر لأن في ناس فاكرة إن but for ينفع يجي بعديها ing، لأ، هي في بعض الأسماء آخرها ing زي كلمة ending، وفي بعض الادجectives اللي آخرها ing زي exciting و interesting والكلام ده. بعد كده نتكلم على in case of و in the event of. الاثنين دول بيجي بعديهم noun، بس خلي بالك لو in case اتشال منها of قال لك ساعتها تبقى مساويه لاف وبيجي بعديها جمله كامله. بس في فرق ما بين in case وما بين if. كلمه if يا مستر انا مش هعمل حاجه غير لو حصل الشرط.
انما يا مستر ان كيس انا هعمل حاجه تحسبا. يعني مثلا هقول لك I will cook lunch if you come early. انا هطبخ الغدا لو انت جيت بدري. يبقى انا مش هبدا في الغدا غير لما انت تيجي بدري. انما ان كيس I will cook lunch in case you come early. كده انا هعمل الغدا كده هعمله ايا كان سواء انت جيت بدري او ما جيتش بدري. انا هعمله تحسبا في حاله ان انت جيت بدري. supposing وsuppose وimagine يا مستر مالهم؟ قال لك الثلاثه دول هم بدائل حاله تانيه بس. ليه يا مستر؟ قال لك لان هم لما تيجي تبص هتلاقي بيجي بعدين ماضي بسيط would والمصدر، يبقى دول بدائل في الحاله الايه؟ قال لك في الثانيه. انما يا مستر دول قال لك الاربعه دول هم بدائل في كل الحالات ومساويين الاف. وخلي بالك ان الاربعه ينفع يجي معاهم ذات وممكن ما تجيش عادي. نبدا على يونت 9. ركز معانا بقى احنا ازاي هنشرح الباسيف في ثانيه وهنعرف. يونت 9 هنشرح الباسيف وركز معايا في الطريقه اللي هشرحه لك بيها دي علشان انت اللي هتتعلم ازاي تحول اي جمله للمجهول بتاعها. قال لك بص انا عندي كلمه بي اللي هي فيرب تو بي كله، يجي قبلها الاوبجكت المفعول وبعدها البي بي التصريف التالت. ده اي باسيف انت هتدرسه. طب يا مستر انا عايز اتعلم بتفصيل شويه، هي ايه بي دي؟ قال لك بص ما هي بي دي في المضارع يا اما ام يا اما از يا اما وفي الماضي يا اما ووز يا اما وي، وفي المستمر بتبقى بينج، وفي التام بتبقى بي، ومع الموديل فيربس او الافعال الناقصه بتبقى بي. مش فاهم يا مستر؟ قال لك بص بقى يا سيدي، لو انا عايز اعمل باسف في المضارع البسيط هجيب ام او از او ار زائد التصريف الثالث، يبقى ده مضارع بسيط. طب لو عايز اعمل باسف في الماضي البسيط قال لك هيبقى ووز او وير زائد البي بي، ماضي بسيط. طب لو عايز اعمل في مضارع او ماضي مستمر يبقى هنحط بي. بس اوعى تنسى يا مستر، اوعى تنسى ايه؟ ان المضارع المستمر اصلا كان ام واز ار اي ان جي، يبقى في الباسيف هيبقى ام واز ار بينج زائد التصريف الثالث. الماضي المستمر كان وز وير اي ان جي، هيبقى وز وير بينج زائد التصريف الثالث. ازمنه تامه يا مستر تاخد بين اللي هم مضارع تام، ماضي تام، مستقبل تام. انما يا مستر بي قلنا بتيجي مع الافعال الناقصه اللي هي زي will would can could shall should، اللي هي الافعال اللي بيجي بعدها فعل في المصدر. لما اجي فيها بحط بي زائد البي بي اللي هو التصريف الثالث. اي قاعده عايز تعملها للمجهول هتمشي على الاساس ده. طب تعالى نشوف مثال يا مستر. هقول لك مثلا انا ate the food، انا اكلت الطعام. لما تيجي تخليها باسيف مجهول قال لك السبجكت بيتشال. انا هبدا بذا فود اللي هو الاوبجكت. طب يا مستر انا بدات بالاوبجكت الطعام والفعل في الماضي، قال لك في الماضي البسيط بجيب ووز او وير زائد التصريف الثالث من جيت اللي هو ايتن. وهسال نفسي دايما سؤال وانا بحل، اللي انا بادئ بيه ده يقدر على قيام الفاعل ولا لا يقدر؟ لا انا ما فهمتش. قال لك انا اقدر اكل، قال لك اقدر، وطالما اقدر يبقى انا الفاعل. انما هنا هل الاكل يقدر ياكل نفسه؟ قال لك لا يا مستر ده لا يقدر، وطالما لا يقدر يبقى بي زائد التصريف الثالث تبقى ووز ايتن، وهنا بمعنى الطعام اكل. وغير بقى الزمن براحتك، تبقى ام واز ار تصريف ثالث مضارع، ام واز ار بينج تصريف ثالث تبقى مستمر، وهكذا. وغير في الزمن بخيالك وعيش. طب يا مستر هو اي زمن بيتبني للمجهول؟ قال لك لا، في عندنا بعض الازمنه لا تبنى للمجهول، الازمنه بالكامل ملهاش مجهول. ايه يا مستر الازمنه دي؟ قال لك واحد المضارع التام المستمر اللي كان عندك في ثالثه اعدادي. ايه هو المضارع التام المستمر ده يا مستر؟ قال لك ده اللي هو subject زائد have او has زائد been زائد الفيرب ing، ده ما بيدينيش للمجهول. طب تاني زمن يا مستر، تاني بقول لك الماضي التام المستمر. ايه الماضي التام المستمر؟ قال لك هو subject زائد have been زائد الفيرب زائد ing، ده اسم تام مستمر لا يبنى للمجهول. رقم 3 المستقبل
التام المستمر اللي هو يا مستر subject زائد will have been زائد الفيرب زائد ing. يا مستر انا ملاحظ ان كلهم تم مستمر تم مستمر تم مستمر. قال لك انت عندك 3 ازمنه تم مستمر لا يبنوا للمجهول ما لهمش مبني للمجهول. طب يا مستر بالنسبه بقى للزمن الرابع قال لك ده المستقبل المستمر اللي هو قال لك subject زائد will be زائد الفيرب بلس ing. يبقى 4 أزمنة لا يبنوا للمجهول. لو لقيت الجملة بتاعتك في أي زمن من دول ما تفكرش في الباسف. خلي بالك إن أنت عندك أفعال برضه لا تبنى للمجهول. قال لك زي فيرب sleep لا يبنى للمجهول. فيرب have لما يبقى جاي بمعنى يملك لا يبنى للمجهول. قال لك فيرب suit اللي هو بمعنى يناسب أو يلائم لا يبنى للمجهول. يا مستر فيرب come لا يبنى للمجهول. يبقى مستر في بعض الأفعال لا تبنى للمجهول. تعالى بقى ركز معايا في بعض الملحوظات المهمة. أولها يا مستر بيقول لك خلي بالك إن دايما في المجهول المفعول اللي أنا ببدأ بيه بيكون لا يقدر غير قادر على القيام بالفعل. خلي بالك مش دايما المفعول غير عاقل، لأن في ناس فاكرة إن المفعول غير عاقل. قال لك لا مش دايما. أنا was taken to school أنا أخذت إلى المدرسة، فأنا object أنا اللي أخذت إلى المدرسة مش أنا اللي أخذت المدرسة. طب يا مستر قال لك خلي بالك أنا ممكن أذكر الفعل في آخر الجملة بس شرط يبقى في قبله باي. I was taken to school by بواسطة my dad. وخلي بالك الحاجة مهمة جدا حرف الجر باي لما بيجي في الاخر واجي اذكر الفاعل قال لك لو هجيبه بشكل ضمير يبقى ضمير مفعول. يعني ممكن اقول لك باي هيم ما ينفعش اقول باي هي. مستر الافعال الناقصه اللي مبنيه للمجهول قلنا بي زائد التصريف التالت. زي ما اقول لك هوم ورك الواجب should be done يجب ان او ينبغي ان يفعل. مين اللي هيعمل الواجب؟ ما ذكرتش. لاحظ ان اي زمن عايز ابني للمجهول بستخدم حاجه من verb to be زائد التصريف التالت. وخلي بالك بقى هنقول ملحوظه مهمه جدا مع بعض الافعال ممكن استخدم verb get زائد التصريف الثالث وده يبقى باسف مجهول. قال لك زي كلمه مشهوره قوي اللي هي يا مستر get arrested اللي هي يتم اعتقاله او القاء القبض عليه. ندخل بعد كده على بارت 2 في يونت 9 ليسن 3 4 وهنبدا نتكلم على الماضي التام والقواعد بتاعه الماضي التام. اول معلومه وتكون مهمه جدا تدخل في دماغك ما تخرجش ان يا مستر الماضي التام او الباست بيرفكت هو الحدث الاول او الاقدم. يعني اول حاجه حصلت بعديها حصل حاجه ثانيه. هل ينفع الماضي التام في جمله لوحده؟ قال لك مع حاله اف وفي الدايركت والاندايركت. غير كده مفيش ماضي تام في جمله لوحده عندنا في المنهج. طب يا مستر هتلاقيني كاتب لك ملحوظه ما ينفعش استخدم تام من غير ما استخدم بسيط. الماضي التام عندنا في المبني للمعلوم بيتكون من فاعل او ضمير هاد زائد البي بي اللي هو التصريف الثالث. انما في المجهول بيتكون من مفعول او نائب فاعل هاد بين زائد التصريف الثالث. يبقى يا مستر يا اما هاد بي بي يا اما هاد بين زائد البي بي معلوم وايه ومجهول. طب يا مستر الجمله اللي قدامك دي فيها غلطه واحده ان عدم وجود ايه؟ هنا مكتوبه فاعل هنشطبها. هي الجمله خاطئه لعدم وجود حدث تاني ان بس ما فيهاش حدث تاني ما فيهاش ماضي بسيط. نبدا بعد كده نتكلم على الروابط اللي هتخليني اقدر استخدم ماضي بسيط وماضي تاني. بس خلي بالك الروابط تضيف للمعنى بس مش هي اللي بتحدد لي حدث اول وحدث تاني. دايما الحدث الاول ماضي تاني سواء بقى اتكتب في الاول اتكتب في النص اتكتب في الاخر ما يهمنيش. الماضي التام دايما هو الحدث الاول. قال لك عندك افتر واز سون از وطبعا وان دي نشأة في اي درس فيه روابط. قال لك بيجي بعديهم ماضي تام حدث اول بعد كده الماضي بسيط حدث تاني. هقول لك افتر اي هاد الرايت يبقى انا وصلت الاول يا مستر. احمد كولد مي يبقى احمد اتصل بعد ما انا وصلت يبقى انا وصلت الاول احمد اتصل الثاني. طب يا مستر انا لو بدلت وبدات بان احمد اتصل قال لك يا مستر مكان الكتابه ملوش علاقه. اللي ليه علاقه ان دي ماضي بسيط ودي ماضي تام تبقى الماضي تام حدث اول وانتهى الكلام على كده. او ما انا حطيت لك مثال زي ده واقول لك قول لي هي الاجابه وفكر لحظه. قوم انت هنا
زي العبيط كده بتتمد على حد ضم. يقول لك غلط. لا يا مستر غلط. هقول لك ما انت لما جيت بصيت هنا في ماضي بسيط صح؟ يعني حدث تاني، يبقى انا هنا عايز حدث اول. طب يا مستر ما هو هات والتصريف التالت ده الماضي التام حدث اول. هقول لك غلط. الماضي التام بيتكون من subject زائد هات زائد التصريف التالت. السبجكت هنا مش موجود. قال لك بعد افتر لو ما فيش فعل يجي الفيرب مضاف له ing، والكلام ده مع افتر بس. فهقول لك افتر بيجي بعديها حاجه من اتنين، لو جايه بدون فاعل يبقى الفيرب مضاف له ing. طب يا مستر ممكن يجي بعديها نون اسم، وفي الحاله دي هي حدث اول. بس خلي بالك لو اللي جاي بعديها مبني للمجهول تبقى being زائد التصريف التالت. بعد كده يا مستر ناخد عكس افتر. قال لك عكس افتر بيفور. افتر بعد، انما بيفور قبل، ومعاها as soon as، وطبعا اللي راشقه دايما هي when. قال لك دول بقى بيجي بعديهم الحدث الثاني ماضي بسيط، وبعد كده تحط الحدث الاول ماضي تاني. يا مستر ده الماضي البسيط جه الاول. احنا اتفقنا هو حصل الاول ولا اتكتب الاول؟ حصل الاول. فكتبت الماضي التاني في اول الكلام في نص الكلام في اخر الكلام بيفضل هو الحدث الاول. قلت لك بيفور احمد كولد مي، قبل ما احمد يتصل بيا I had arrived، يبقى انا وصلت قبل ما هو يتصل. ممكن اقول لك I had arrived by the time احمد كولد، ويفضل ترتيب الجمله زي ما هي. يبقى عندك مثال بقى زي ده. يا مستر مش تضحك عليا بقى، ما هو زي افتر، فلما ما لقيتش هنا سبجكت قمت رايح مختار فيرب مضاف له ing. بس خلي بالك الاي ان جي هنا هي حدث تاني، الماضي التام هو حدث اول، وهنقوم كاتبين قاعده البيفور. هقول لك ان بيفور بيجي بعديها حاجه من اتنين يا مستر، يا اما فيرب اي ان جي لو ما فيش فاعل، يا اما النون. والفيرب اي ان جي والنون هنا يا مستر هم حدث ايه؟ تاني. بعد كده ندخل على تل وانتل. بص بقى يا سيدي وركز معايا في ملحوظه مهمه جدا في تل وانتل. مستر تل وانتل بيجي بعديهم الماضي التام الحدث الاول، وقبليهم ماضي بسيط غالبا منفي. الماضي البسيط بيتنفي ايه؟ انا كاتب لك هنا didn't wasn't weren't. تعرف ايه كمان ينفي ماضي بسيط غير دول؟ مستر في حاجه تانيه بتنفي ماضي بسيط. قال لك كتير. ممكن تبقى never. صح؟ طب يا مستر ما ممكن انفي couldn't. صح. يا مستر ممكن اجيب كلمه زي refused. صح. ممكن اجيب disagreed. برضه صح. كل الكلمات دي يا مستر تعبر عن النفي. هل شرط قبل تل وانتل الاقي نوت؟ قال لك لا. انا ممكن الاقي didn't او wasn't او weren't او never او refused او اي كلمه تدل على المعنى المنفي. طب يا مستر بعد كده قال لك عندك اتنين عكس بعض. اللي عكسها because وas، وطبعا معاها that's why. يا مستر يعني لذلك بيجي بعدها النتيجه اللي هي الحدث الثاني، وقبلها السبب اللي هو حدث اول. انما بقى يا مستر because قال لك because يجي بعدها السبب اللي هو حدث اول، وقبلها النتيجه حدث ثاني عكس بعض. يبقى يا مستر بعدها النتيجة حدث تاني، قبلها السبب حدث أول، إنما بيكوز بعدها السبب وقبليها النتيجة. طب مستر إيه الفرق ما بين when زائد ماضي تام وwhen زائد ماضي بسيط؟ قال لك يا مستر when you had arrived أنت كده وصلت الأول. مستر حسام لفت، يبقى أنت كده لحقت تقابل مستر حسام ولا ما لحقتش؟ يا مستر ما أنا وصلت الأول ومستر حسام مشي التاني، يبقى أنا لحقت قبله. طب لما عكستها قال لك يا مستر ده when you arrived مستر حسام كان اصلا ماشي، يبقى انت ما لحقتوش. when هنا يا مستر هي جايه مكان بيفور، انما when هنا يا مستر هي جايه مكان افتر. ركز بقى معايا في الملحوظه دي. شفت كل اللي احنا شرحناه ده؟ كده على جنبه في الحته دي وركز قوي. كل الروابط الزمنيه افتر وبيفور وتل وانتل وكل الكلام ده ينفع يجي معايا مستر بسيط؟ قال لك امتى؟ عند عدم وجود فارق زمني او حاجه اسمها احداث متتاليه، او انا زي ما بحب اسميها سرد قصه، بحكي لك قصه او حدوته. زي مستر I ate before I slept
I washed my hands after I ate. هنا في ان ناقصه معلش يا شباب زودوا. بعد كده يا مستر ندخل على رابطين كمان وهما it was only when و it wasn't until. الاثنين يا مستر يجي بعديهم ماضي تام وبعد كده تكون حاطط ذات، اوعى تنسى معاهم ذات، وبعد كده الماضي البسيط حدث تاني. انتوا ملاحظين حاجه في كل اللي احنا شرحناه ده؟ ايه هي يا مستر؟ ان في كل الجمل بتاعتنا الماضي التام واحد بس، انما الماضي البسيط ممكن اجيب 2 او 3 او 4 ماضي بسيط، لكن الماضي التام واحد فقط ملوش تاني. ندخل بعد كده على on. on يا مستر اللي هتيجي بمعنى عند. on بيجي بعدها ing، بس لو حد يجيبها مجهوله هتبقى being زائد البي بي في المجهول، يبقى اي ان جي على طول يا مستر هي اكتف معلوم، انما being وتصريف ثالث هي باسيف مجهول. having بقى يا مستر بيجي بعديها حاجه من اتنين، يا اما تصريف ثالث معلوم يا اما بين وتصريف ثالث وتبقى مجهول. طب يا مستر انا عندي سؤال جه في بالي، هو يا مستر ايه الفرق ما بين on واي ان جي وما بين بيفور مثلا واي ان جي؟ هفرق ما بينهم ازاي؟ اقول لك المعنى، هو يا مستر on hearing the loud noise I went to check it. يا ترى ايه اللي حصل الاول؟ ان انا سمعت اللاود نويز ولا ان انا رحت اشوف فيه ايه؟ اكيد يا مستر سمعت اللاود نويز الاول. لو جيت في مثال زي ده حطيت بيفور قبل ما اسمع الدوشه رحت اشوف فيه ايه؟ ما تمشيش يا مستر كمعنى. ندخل بقى يا مستر على الجزئيه بتاعت no sooner hardly و scarcely، وعايزك تصحصح لي قوي 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 كمان مره في الجزئيه. هو ايه يا مستر نو سونر وهارد وسكيرسلي؟ قال لك الاول اعرف ان الثلاثه دول بمعنى بالكاد او بصعوبه، والثلاثه دول يا مستر هم مهم قوي تكون عارف ان هم في الغالب يعبروا عن النفي، بالذات كلمه هاردلي. لما بشوف هاردلي انت المفروض كنت عارف حاجه اسمها هاردلي اني. ازاي يا مستر جبت اني مع هاردلي؟ قال لك لان هاردلي بتفيد النفي. بيجي بعديهم يا مستر شكل سؤال بس متضمن، يعني انت جبت بعديهم هات فاعل تصريف ثالث، يا مستر المفروض كده الاقي علامه استفهام. قال لك لا هما مش سؤال، هو شكل سؤال بس دي جمله. يا مستر طب لو جبت ديد وفاعل، قال لك ساعتها تحط انفينيتيف في المصدر. بس اوعى تنسى ان نو سونر بتيجي مع زان اللي بالايه، لان ممكن يبقى لك في الاختيارات مره بالايه ومره بالاي. انما هاردلي وسكيرسلي بيجوا مع وين، ويبقى فاضل الغلبان الماضي البسيط. بص المثال نو سونر جبت هاد فاعل والتصريف الثالث، انما لما جبت ديد جبت الفاعل في المصدر، وعشان هي نو سونر جبت زين. انما لو انا كنت كاتب مثلا هاردلي قال لك كنت تحط ايه؟ وين. طب يا مستر زيهم زي بقى الرابط ينفع يجي في النص؟ قال لك ينفع يجي في النص، بس لاحظ بقى هتبدا في السبجكت زائد هاد وبعد كده تحط نو سونر وهاردلي وسكيرسلي وما تنساش التصريف الايه؟ الثالث. وزي ما احنا نو سونر زان وهاردلي وسكيرسلي مع وين. زي كده I had hardly heard the news when I called you. بعد كده يا مستر عندنا الجزئيه بتاعت after that و before that. خلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان after that في الغالب قبلها نقطه وبعدها كوما. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني بتيجي في النص، ما ينفعش ابدا بيها الكلام. هي دايما يا مستر قبلها ماضي تام بعدها ماضي بسيط وما بتجيش في اول الكلام، لان لو بتيجي في اول الكلام كنا كتبناها في البدايه. خلي بالك بقى ان after that اكنها before، يعني يجي بعدها بسيط اللي هو حدث تاني وقبلها تاني اللي هو حدث اول. طب عكسها قال لك before that، before that اللي هي مساويه لأب، يعني يجي بعدها حدث اول ماضي تام وقبلها حدث تاني ماضي بسيط. ركز لي قوي 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 على الملحوظه دي بقى. ليه؟ قال لك بص في الملحوظه اللي قدامك دي انا بفهمك ان اقدر اجيب في الجمله 1 2 3 4 5 10 ماضي بسيط، لكن الماضي التام هو واحد بس، الحدث الاول او الاقدم واحد ملوش تاني. فبص كده بقول لك بعد ما انا مشيت اسراء اتصلت بيا وقالت لي ان انا had forgotten my keys. هو ايه اول حاجه حصلت؟ ان انا مشيت ولا ان اسراء اتصلت ولا ان هي قالت ولا ان انا نسيت مفاتيحي؟ لا يا مستر ان انا نسيت مفاتيحي. يبقى الماضي التام هو واحد في الجمله، هو واحد في الجمله ملوش تاني. ندخل بعد كده على يونت 10 الدايركت والاندايركت او الريبورت سبيتش اللي هو الكلام المنقول. بص بقى اول حاجه تكون عارفها ان الكلام المنقول او الريبورت سبيتش هو درس مهم جدا جدا جدا.
ليه يا مستر اهميته؟ قال لك بص صلي على رسول الله. اول حاجه تكون عارفها يا مستر ان في ريبورت سبيتش او الكلام المنقول انا باخد الكلام وانقله. عندي طريقتين في النقل، طريقه محترمه وطريقه بجود فيها وبحط التاتش. الطريقه المحترمه انا بنقل الكلام زي ما اتقال، اسمها دايركت سبيتش، كلام مباشر زي ما اتقال من لساني انت رحت نقلته. الطريقه الثانيه فيها تاتش بلعب فيها شويه، اسمها اندايركت، طريقه غير مباشره. اول حاجه لازم تكون عارفها يا مستر شكل الطريقه المباشره. الطريقه المباشره يا مستر زي ما هي قدامك كده بتتكون من مستر حسام اللي هو كان السبجكت، سد تو ده اسمه فاعل قول، وخلي بالك في افعال قول بتاخد مفعول وافعال قول ما بتاخدش مفعول. بعد كده بنقوم حاطين علامات التنصيص دي. اول ما بتشوف علامات التنصيص تعرف ان الجمله مباشره، ما تلعبش في الزمن بتاعها، وحط بقى الجمله جوه ايا كان ايه الزمن بتاعها ما يهمنيش. مضارع بسيط، مستمر، تام، ماضي بسيط، مستمر، تام، مستقبل، اي حاجه ما يهمكش، سيبها زي ما هي. انما بقى في الغير مباشر او في الاندايركت قال لك تعالى بص كده وقارن لي ما بين الجمله دي والجمله دي وشوف ايه اللي حصل. بص كده الاثنين مستر حسام ما اتغيرش، بس هنا الست اتحولت بقت تو. يبقى اول حاجه نكون عارفينها ان انا بغير فعل القول. هل بغيره دايما؟ قال لك لا، مش دايما، في حالاته هنعرفها. المفعول فضل زي ما هو، علامات التنصيص اتشالت واتحط مكانها ذات. هل ذات دايما؟ قال لك لا، ممكن تتحط وممكن تتشال، بس الاي بقت هي بمزاجي. قال لك لا. بص بقى كده وارجع لورا. مستر حسام ده كان مذكر فالاي ترجع تبقى هي. طب لو هنا كان في اسم بنت، آية، علياء، منا، اي اسم، قال لك لو هنا اسم بنت كانت الاي رجعت بقت شي مؤنث. طب الام قال لك رجعت بقت ووز. هي مش ام مضارع، الماضي منها ووز يا مستر. الاي ان جي فضلت زي ما هي ملناش دعوه بيها، بس ناو اتحولت بقت ذن. تعالى بقى نفهم هو كده ايه اللي حصل واحده واحده. اول حاجه يا مستر السبجكت الاساسي ما بيتغيرش، انما فعل القول بيتغير على حسب. لو في مفعول بيختلف. ليه؟ قال لك لان سد تو بيجي بعدها مفعول فتبقى تولد. انما لو هي سد من غير التو قال لك سد ما بتاخدش مفعول، ولو ما بتاخدش مفعول فتيجي في الغير مباشر، وهوريكم جدول التحويلات تحت. طيب يا مستر الاي احنا لسه شارحينها، قلنا بترجع على الفاعل، بس خلي بالك لانها لو يو ترجع على المفعول. طب يا مستر هنا الام مضارع بسيط او مستمر على حسب بعدها اي ان جي ولا اسم وصفه، رجعت بقت ووز، نفس الموضوع بقت ماضي. طب يا مستر ناو بتتحول تبقى ذن. الكلمات الداله برضو ليها جدول حفظ للتحويلات بتاعتها. تعالى بقى يا مستر نشوف التحويلات بتاعت افعال القول ما بين الدايركت والاندايركت. قال لك بص يا سيدي، سي بتفضل سي، وسيز بتفضل سيز، وسد بتفضل سد، بس قال لك ان هم دول كلهم بيجوا من غير مفعول. يبقى لو ما فيش مفعول فعل القول ثابت ما بيتغيرش هو سد. طب يا مستر لو في مفعول، قال لك لو في مفعول اللي هو بنبقى مستخدمين تو بنحولها لتل وتلز وتولد. بس خلي بالك بقى يا مستر ان احنا عندنا المباشر والغير مباشر او الريبورت سبيتش بيبقى في 3 انواع من الجمل. حاجه اسمها جمله خبريه دي اللي احنا بنشرحها، وبعديها هندخل على الجمله الاستفهاميه، وبعديها الجمله الامريه. طب يا مستر احنا فهمنا حالات تحويل فعل القول ما فيهاش مشاكل، اتفهمت وسليمه وزي الفل. يبقى لو في مفعول بتبقى تل وتولد. وايه الفرق ما بين تل وتلز؟ قال لك اتقل هنقوله دلوقتي، بس اعرف الاول ان سد بدون مفعول، انما تولد لازم مفعول. تعالى بقى يا مستر نقول على الحاجات اللي بتحصل في التحويل بالظبط. قال لك اول حاجه سد تو اتحولت لتولد. ليه؟ لوجود، لان كان في مفعول. تاني حاجه شلنا علامات التنصيص وغالبا نحط ذات، بس هل ذات اساسيه او دايما نحطها؟ قال لك لا. طب يا مستر ليه غيرنا الام لووز؟ ما احنا قلنا بنرجع بالزمن بقى خطوه لورا. تعالى عد لي يا مستر حته نرجع للزمن دي. يعني لو هي مضارع بسيط تبقى ماضي بسيط، طب لو هي مضارع مستمر ماضي مستمر، طب لو هي ويل
would can could shall should. انا بغير زمن الفعل. شوف الفعل زمنه ايه وارجع بيه خطوه لورا. بس هل يا مستر انا دايما بغير زمن الفعل؟ قال لك لا. اتقل وهقول لك امتى ما يتغيرش. بس خليك عارف ان الضمير كده كده بيتغير. الاي ترجع على حسب الفاعل. لو الفاعل مذكر ترجع هي، ولو مؤنث ترجع شي. بعد كده بتلاقي عندك الجدول ده. الجدول دوت يا مستر هو خاص بتحويل الكلمات الدالة تقريبا كلها. يعني كلمة زي ناو لما باجي اغيرها بتبقى then، وناو كانت مضارع مستمر، فلما غيرتها ل then بقت was were ing. طب يا مستر كلمة this وthese وهير كان مضارع بسيط او مستمر، بيروحوا يبقوا ماضي بسيط او ماضي مستمر. this بتبقى that، وthese بتبقى those، وهير بتبقى there. بس خلي بالك من ايه يا مستر؟ ان بيجوا بسيط او مستمر ماضي. طب today قال لك بتبقى that day. طب tonight تبقى that night. this afternoon تبقى that afternoon. كانوا مضارع بقوا ماضي. طب يا مستر tomorrow وtomorrow morning ونكست ونكست يا مستر هم مش كل دول مستقبل؟ يعني will او am و is و are going to. قال لك ايوه يرجعوا يبقوا would او was و were going to. طب يا مستر عندي yesterday و last و ago مش دول ماضي بسيط؟ الماضي البسيط يرجع يبقى ماضي تام. يعني لما الاقي the day before the previous day the week before the previous week و before و earlier كلهم ياخدوا had زائد التصريف الثالث. بعد كده دي تحويلات الافعال نفسها. am و is يبقوا was و are تبقى were و have و had يبقوا had و do does يبقوا did والاس والاي اس والاي اس يبقوا دي واي دي واي دي او افعال غير منتظمه. وجو مثلا تبقى went وهكذا. went تبقى had gone، يعني لو هي تصريف تاني تبقى had وتصريف ثالث، ولو هي تصريف اول تبقى تصريف تاني. لو هي دي واي دي واي دي يعني ماضي بسيط ترجع تبقى had وتصريف ثالث يعني ماضي تام. did had done was و were اللي هم ماضي مستمر يبقوا had been. had اللي هي had واحده ماضي بسيط بقت had ماضي تام. can could will would may might shall should must تبقى had to لان must ملهاش ماضي. بس خلي بالك اوعى تتلخبط لان must دي بتاعت الالزام الداخلي، لو كانت بتاعت القوانين العامه قال لك تبقى have to. انت بقى يا مستر قلت لي ان مش دايما بغير الزمن، صح. قال لك عندنا حالات معينه ما ينفعش اغير فيها الزمن. يعني لو از تفضل از، ولو ار تفضل ار، ولو يا مستر مثلا هي اس واي اس هتفضل اس واي اس، ما بغيرش فيها الزمن. ايه هم بقى؟ قال لك اول حاجه لو فعل القول مضارع. يعني لو هنا لقيتها says say tell tells فعل القول مضارع ما غيرش الزمن. خلي بالك كمان مرة لو فعل القول مضارع لا يتغير الزمن. طب يا مستر لو الكلام لسه متقال او لم يمر عليه فترة طويلة زي كلمة a moment ago ممكن الاقيها a second ago. ممكن الاقي كلمة زي just now. كل الكلمات دي معناها ان الكلام لسه متقال ما غيرش الزمن ويفضل زي ما هو. طب يا مستر تالت حاجة قال لك لو الكلام حقيقة ومش علمية، هو حقيقة ثابتة لأنها ممكن ما يبقاش لها أي علاقة بالعلم. الكلام حقيقة ثابتة. The teacher said المعلم قال إن الأرض orbits the sun. دي حقيقة علمية بس ممكن تبقى حقيقة ثابتة زي مثلا هقول لك the teacher told us that Egypt is in Africa. المدرس قال لنا ان مصر دولة موجودة في قارة افريقيا. يا مستر دي حقيقة علمية ولا حقيقة ثابتة؟ مالهاش علاقة بالعلم، هي حقيقة ثابتة. طب يا مستر خلي بالك بقى من ملحوظة اضافية هنقولها، وديت هو كان بيستخدمها لما كنت في ثالثة اعدادي، في الثانوي ما بيجيبهاش كتير. قال لك لو الكلمة الدالة لم تتغير. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني لو الكلمه الداله يسترداي وانا لقيتها في الجمله يسترداي هجيب ماضي بسيط ما احطش ماضي تاني. لو يا مستر الكلمه الداله ناو وانا لقيتها ناو ما بقتش زن هفضل اجيب ام واز وار اي ان جي. يبقى لو الكلمه الداله لم تتغير لا نغير الزمن. زي الفل. تعال بقى نقول بعض الملحوظات المهمه جدا. قال لك اول ملحوظه ان في الكلام المباشر فقط، في الكلام المباشر، جمله القول اللي هي الحته دي اللي هي فيها فعل قول، جمله القول ينفع تيجي
قبل علامات التنصيص وينفع تيجي بعد علامات التنصيص، يعني في الاول او في الاخر. طب يا مستر خلي بالك من حاجه مهمه جدا، الكلام ده في الجمله المباشره، هل ينفع اعمله في الغير مباشره؟ لا، في المباشر فقط. طب يا مستر زي المثالين اللي هنا قلت لك مستر حسام سد وقمت مكمل، بس ينفع ابدا بذات واقوم قايل لك الجمله بعدها حاطط جمله القول في الغير مباشر؟ قال لك غلط، ما ينفعش. قال لك خلي بالك ان الحاله الاولى من اف بترجع تبقى الحاله الثانيه. طب يا مستر ليه؟ ما الحاله الاولى مضارع وول، فلو رجعت بقت ماضي وود اتحولت من الاولى لثانيه. طب لو هي صفريه يا مستر، الصفريه دي كانت بتعبر عن الحقائق صح؟ ايوه. الحقائق بتتغير؟ قال لك لا، يبقى الصفريه تظل كما هي. يبقى يا مستر زي ما كنا بنقول الحالة الصفرية تظل كما هي لأنها بتعبر عن الحقائق. The teacher said if you heat water it boils. The teacher said that if we heat water it boils. ما غيرناش يا مستر غير الضمير وشلنا علامات التنصيص وحطينا that. وخلي بالك لأن دي حقيقة علمية، حالة صفرية. ندخل بعد كده يا مستر على تاني جزئية عندنا في الدايركت والاندايركت، وهي يا مستر الجملة الاستفهامية. يعني ايه جملة استفهامية؟ قال لك يعني كانت سؤال، لما كانت مباشرة كانت سؤال وانا حولتها لغير مباشر، فلما جيت اخليها غير مباشر اتحولت من سؤال لايه؟ لجملة. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني انت المفروض عارف ان السؤال بيبدأ بفعل زائد فاعل عشان الاقي علامة الاستفهام، انما الجملة بتبدأ بفاعل زائد فعل هتلاقي نقطة. طب يا مستر هو احنا ليه بنغير لما بنيجي نعمل الجملة الاستفهامية؟ بص يا سيدي، لو انا بكلمك وبسألك الساعة كام؟ فانا مستني منك ترد عليا تقول لي الساعة. طب لما انت تروح تحكي الكلام ده وتقول المستر سألني الساعة كام، هل انت مستني من الشخص اللي بتنقل له الكلام انه يجاوب عليك؟ لا، انا لما عملت الجمله كانت بصيغه سؤال لان محتاج اجابه، لما انت رحت تنقلها نقلتها بصيغه جمله لانك مش محتاج اجابه. تعالى بقى نشوف. قال لك بص، فعل القول بقى يا مستر عندنا في الجمله الاستفهاميه يا اما wondered يا اما wanted to know يا اما inquired يا اما asked. وشاطر يا اللي لاحظت ان انا عاملهم كلهم في الماضي. ليه يا مستر انت عاملهم كلهم في الماضي؟ قال لك لسبب بسيط خالص، لان هم لو في المضارع هنغير الزمن ولا هيظل كما هو؟ لا، هيظل كما هو. فاحنا عملناهم في الماضي عشان تبقى فاهم ان احنا هنغير الزمن. قال لك بص بقى، الثلاثه دول مستحيل يجي معاهم مفعول، انما اسكت عايز تحط مفعول حط، وعايز ما تحطش مفعول براحتك ما يفرقش معاها. بعد كده يا مستر بنقوم حاطين اداه الاستفهام. خلي بالك ان السؤال نوعين، يا اما ب WH question اللي هو سؤال باداه استفهام، يا اما yes ونو question اللي هو السؤال بمعنى هل من غير اداه استفهام. قال لك بص بقى، انت بعد ما تحط اداه الاستفهام هتجيب الفاعل، وبعد كده اوعى تنسى ترجع بزمن الفعل عشان احنا جايبين هنا الفعل ماضي، انما لو الفعل كان مضارع يظل الزمن كما هو. فجيت يا مستر هنا كده ببص على اول مثال، the teacher said to us المعلم قال لنا where is احمد؟ احمد فين؟ بص بقى انت هنا في عندك اس مفعول، هل ينفع تجيب اي فعل من اللي فوق غير اسكد؟ ما ينفعش، لان اسكد الوحيده اللي هتيجي معانا بمفعول. طب بعد كده انت نزلت وير زي ما هي وعملت مقص، بقت احمد بس از رجعت وز عشان غيرت الزمن للماضي. وهتلاقيني هنا شارح لك اللي حصل، قال لك فعل القول اتحول لاسكد علشان في مفعول، واحمد از احمد اتحولت لاحمد وز عشان بدلت وغيرت الزمن. بعد كده اليس ونو كويشن السؤال بمعنى هل، بسألك بمعنى هل، يعني مفيش أداة استفهام، هعمل إيه بقى هنا؟ قال لك لما ما يبقاش في أداة استفهام أنت بتمشي على القاعدة زي ما هي، بس مكان أداة الاستفهام هتحط if أو whether. وركز، whether ما بتتكتبش كده، لأن whether دي بمعنى طقس، إنما whether دي اللي جاية بمعنى إذا أو لو. فتعالى بص يا مستر كده، انا عندي كان علي هيلب محمد، هل علي يستطيع مساعدة محمد؟ يا مستر هنا ما فيش اداة استفهام يبقى اف او وذر. يا مستر هو في فرق ما بين اف ووذر هنا؟ قال لك لا ما فيش، فقلت لك شي وندرد اف او وذر علي كود هيلب محمد. بس قال لك خلي بالك لو لقيت في الجملة كلمة اور نوت اجيب وذر، ما ينفعش اف. يبقى الفرق الوحيد اللي عندنا ما بين اف ووذر هو كلمه اور نوت، لو لقيت اور نوت ما اجيبش مستر اف، اجيب وذر فقط. زي المثال ده
I asked her whether or not. لو جيت احط if or not يقوم قايل لي يا مستر الجمله دي ايه؟ لا تجوز، الجمله دي غلط. تعال بقى نخش على بعض الملحوظات المهمه. يا مستر لو انا عندي دو ضز في السؤال هعمل فيهم ايه؟ دو ضز في السؤال يعني فعل مساعد. طب ما انا لما جيت احولهم لجمله ما نفعوش. قال لك بص يا سيدي، لو هي دو ضز هتحولها تصريف تاني. ليه؟ لان دو ضز في المضارع، فلما جيت احولها حولتها للماضي. طب لو هي ديد ماضي قال لك تحولها لهاد وتصريف ثالث علشان تبقى ماضي تام. فلو انت عندك المثال بدو يو لاف خليتها اي لافد، غيرت الزمن. طب يا مستر لو هي did you go خليتها I had gone، غيرت did اتشالت خالص ودid كانت ماضي بسيط فحطيت مكانها had زائد التصريف الثالث. يبقى لو هي do أو does احط يا مستر ايه مكانها؟ لو هي do does بغمض عيني واقوم حاطط تصريف تاني، انما لو هي did اغمض عيني واحط had زائد التصريف الثالث. خلي بالك ان مع الحقائق وفعل القول المضارع والكلام اللي لسه متقال، ولو ما غيرتش الكلمه الداله زي ما كنا في الجمله الخبريه ابقى في الاستفهاميه ما غيرش الايه؟ الزمن. يعني the teacher says what time is it؟ انا قلت the teacher asks what time it is، انا بدلت عملت مقص بس الزمن فضل زي ما هو، بدلت الفعل بالفاعل فقط. بعد كده ندخل على اخر جزئيه عندنا في يونت 10. قال لك الجمله الامريه اللي بامرك تعمل الحاجه، قال لك باختصار شديد عشان ما تتعبش كتير هي حاجه من اتنين، يا اما تو المصدر يا اما نوت تو المصدر، بمعنى افعل او لا تفعل. لو قلت لك تو المصدر عايزك تعمل الحاجه، قلت لك نوت تو زائد المصدر عايزك ما تعملش الحاجه. هي كده وبس؟ هي كده وبس، بس دي القاعده الاساسيه، بس كل قاعده وليها شواذ وافكار. فيا مستر هتلاقي في عندك بعض الافكار هنا. تعالى كده مثلا نبص على فكره زي فكره suggest. قال لك يا مستر ما suggest بيجي بعديها اي ان جي صح؟ قال لك بس في نفس الوقت ممكن يجي ذات وفاعل وشود والمصدر، ممكن يجي ذات وممكن يجي يا مستر ذات فاعل اللي هو السبجكت زائد الانفينيتيف من غير شود، ممكن تيجي من غير ذات عادي. زي المثال ده he suggested going او that we should go، ممكن اخليها he suggested we go كمان عادي يا مستر مفيش اي مشاكل. طب promise قال لك to المصدر او that وجمله كامله. طب يا مستر انا ممكن الاقي فيرب زي admit اللي بيجي بعديه اي ان جي او to اي ان جي، قال لك ايوه. يا مستر ممكن الاقي فيرب زي deny زي كل الافعال اتعامل معاها بقى بطبيعتها، اللي بياخد تو المصدر حط له تو المصدر، واللي بياخد اي ان جي حط له اي ان جي. لما يجي لك فعل القول في الجمله الامريه من الافعال اللي انت حافظ هي بتاخد اي ان جي او بتاخد تو المصدر من يونت 6 في الترم الاول، اتعامل معاها بالطريقه دي وعادي جدا. لو الفعل بياخد اي ان جي حط اي ان جي او نوت زائد اي ان جي. تعالى بقى نبص على الثلاث اسئله اللي قدامنا دول علشان نختم يونت 10 وما يبقاش فيها اي تريكات واقفه معانا. اول سؤال بيقول لك it is not that money brings happiness، والسؤال اللي تحتيه مشابه ليه بالظبط I am not that money brings happiness. لما تيجي تفكر كده انت ممكن تقول لي يا مستر هنا مفيش اوبجكت وهنا برضو مفيش اوبجكت، فتقوم زي العبيط ايدك تتمد هنا على سد وهنا على سد. اقول لك غلط. اول حاجه يا مستر الجملتين دول باسيف مجهول. طب يا مستر يعني ايه؟ قال لك يعني اي اللي انت شايفها هنا دي هي اوبجكت اصلا. انا اخبرت ان المال يجلب السعاده، وفي الحاله دي يا مستر الاجابه طب. ليه يا مستر؟ قال لك ما هو الاوبجكت موجود لان الجمله بس مش شرط الاوبجكت يجي بعد طلب، ده ممكن يجي قبلها. طب بالنسبه للجمله الاولى يا مستر هتبقى طلب برضه؟ قال لك لا هتبقى سد. اشمعنى يا مستر؟ قال لك بص يا سيدي احنا في اكسبريشن او ايديوم عندنا في الباسيف اسمه it is said او it is known او it's expected it's believed، اللي هي يا مستر بمعنى من المصدق ان، من المعتقد ان، وهنا هي جايه بمعنى يقال ان، ودي جمله باسيف بس هنا من غير اوبجكت من غير مفعول. طب يا مستر بالنسبه بقى للمثال الثالث he not me what he wanted to do، هو نقط هو عايز يعمل ايه؟ مستر لو انت للوهله الاولى افتكرتها جمله استفهاميه بسبب وجود وات وايدك اتمدت على اس كده هقول لك حمار. هتقول لي تبقى وندر، ده اقول لك غبي، ده وندر ده اول واحده تستبعدها،
علشان في مفعول وندر ما بتجيش مع المفعول، وسد برضه تستبعدها لانها ما بتجيش مع المفعول وتبقى الاجابه طول. امال ايه وات دي؟ قال لك وات دي هنا من الاسماء الموصوله من يونت 11 بمعنى ما او ماذا. هو اخبرني ما يريد فعله، وهنا ده ما كانش سؤال، دي كانت جمله خبريه والاجابه هنا هي told. ندخل بعد كده على يونت 11. عندنا يا مستر في يونت 11 بنتكلم على الريلاتيف بروناونز او الريلاتيف كلوز اللي هي يا مستر ايه؟ الاسماء الموصوله. بنستخدمها يا مستر علشان نربط جملتين ببعض، بس خلي بالك الريلاتيف كلوزز او الاسماء الموصوله مختلفه تماما عن باقي الروابط العاديه. ليه؟ قال لك لان الروابط العاديه روابط زمنيه بتربط زمنين ببعض، انما يا مستر هنا في الاسماء الموصوله ما بلناش دعوه بالزمن، يعني ممكن يجي ماضي مع مستقبل عادي جدا، ملناش دعوه بالزمن. امال يا مستر بنشتغل على ايه؟ قال لك بتشتغل على الفاعل العاقل مثلا، تشتغل على الغير عاقل، على المفعول، على المكان، على الوقت، على الزمان. تعال نبدا بهو. قال لك هو يا مستر بمعنى الذي، هي بتيجي مع العاقل بس احنا بنقول الفاعل العاقل للتسهيل، بس هي بتيجي مع العاقل فاعل او مفعول، وهي بتيجي بمعنى الذي. بس خلي بالك بقى دي الاسماء الموصوله زيها زي في العربي، يعني الذي او التي او اللائي او الذين عادي براحتك. فبص المثال ده بقول لك احمد الذي يكون سريع يكون اخي. طب يا مستر هو انا كان ممكن اخلي واحده ماضي وواحده مستقبل؟ عادي احنا اتفقنا. ليه يا مستر تقدر تعمل كده؟ قال لك لان هنا في الاصل كانوا جملتين، كانت الجمله الاولى بتقول احمد is fast، احمد سريع، والجمله الثانيه بتقول احمد is my brother. فيا مستر دي جمله لوحدها ودي جمله لوحدها، اللي كان مشترك فيهم مين؟ احمد، اللي كان فاعل فوق وفاعل تحت، عشان كده ربطنا بايه؟ بهو. طب يا مستر ممكن الزمن يتغير؟ عادي جدا الزمن يكون مختلف. تعالى يا مستر نشوف اللي بعديها. قال لك هوم اللي اخرها ام، قال لك دي برضه بمعنى الذي، مش الذي لوحدها، الذي والتي واللائي والذين وكل الاسماء الموصوله. قال لك دي بقى ما تجيش غير في المفعول ولازم يبقى عاقل، على عكس هو بتيجي فاعل ومفعول، في الغالب فاعل، بس هم ما بتجيش غير مع المفعول، والاثنين لازم يبقى عاقل، لازم يبقى عاقل. طب يا مستر لاني بقول لك منا التي انا عاقبتها، منا هنا يا مستر فاعل ولا مفعول؟ قال لك منا مفعول، فانا كنت اقدر احط هو او هو والاثنين صح. طب يا مستر في المثال اللي بعديها كمان with whom، ركز بقى هنا، هل ينفع هنا احط هو؟ قال لك لا. ليه؟ لان هتلاقيني بقول لك ملحوظه كده عن هوم اللي بالام، يمكن استخدامها مع حروف الجر، انما هو هتلاقيني بقول لك خلي بالك ان هو لا يمكن استخدامها مع حروف الجر. يبقى يا مستر هو اول ما اشوف حرف جر اشطب عليها، انما هو ينفع تيجي مع حروف الجر. بعد كده بندخل على ويتش، وويتش هي ملكه الدرس ده. ليه؟ قال لك لانها بتيجي حاجات كتيره قوي، بس تعرف الاستخدام الاساسي بتاعها هي بمعنى الذي مع الغير عاقل، فاعل او مفعول، مفيش غيرها مع الغير عاقل. بس خلي بالك احنا اتفقنا ان الذي مش الذي، يعني ممكن تبقى التي واللائي والذين وهكذا. زي المثال اللي قدامك ده، بقول لك ده فون الهاتف اللي انا اشتريته، الهاتف يا مستر غير عاقل. بقول لك العربيه التي في الامان، السياره غير عاقل. يبقى ويتش يا مستر بتيجي عشان تربط الغير عاقل، ركز كويس. يبقى يا مستر احنا شرحنا ثلاثه، هو عاقل فاعل او مفعول، هم اللي بالام مفعول عاقل. الفرق ما بين هو ان هو ما بتجيش مع حروف الجر، انما هم بتيجي مع حروف الجر. بعد كده قلنا ويتش، وخلي بالك ان ويتش يمكن استخدامها مع حروف الجر، بس هنا في مشكله مع ويتش هنقولها كمان شويه. بعد كده بقى مستر بنعرف قال لك بتيجي مكان هو وهم ويتش، يعني بتيجي مع العاقل والغير عاقل، بس عندها شرط،
ان ما يتحطش قبليها، وركز كويس، ما يتحطش قبليها كوما او حرف جر. كمان مره، يبقى ذات ولا قبليها كوما ولا قبلها حرف جر، بس الكوما ممكن تيجي بعيد عنها وحرف الجر ممكن يجي بعيد عنها. طب يا مستر هتلاقي كاتب لك بقى ملحوظه ان حروف الجر مع هم ومع ويتش وما تنفعش ابدا مع هو مستحيله مع حروف الجر. ندخل بعد كده على هوز اللي بتيجي بمعنى الذي ملكه، ممكن تبقى التي ملكها، الذين يملكون، وهكذا. ودي بتعبر عن الملكيه، واقدر اقول لك اكتر ان هي بستخدمها للتعبير عن ايه يا مستر؟ قال لك التعريف، بعرف الشخص او الشيء. يعني بقول لك مستر حسام اللي عربيته سودا، قصدك على ان مستر حسام اللي عربيته سودا، فبستخدمها علشان اثبت ملكيه الحاجه دي للشخص ده، واعرفك انا قصدي على انهي شخص او قصدي على انهي شيء. يعني بقول لك عبده whose brother is a doctor، عبده اللي اخوه دكتور، قصدك على انهي عبده يا مستر؟ اللي اخوه دكتور. يبقى يا مستر عندنا هوز بنستخدمها علشان نثبت الملكيه بتاعت الحاجه دي او الشخص ده للشخص ده او الحاجه دي، وبستخدمها للتعرفه عشان ما اقولكش انهي مستر حسام او انهي عبده. بتقول لي اللي عربيته سودا، اللي شعره طويل، اللي لابسه نظاره، اللي البلوزه بتاعتها زرقاء، وهكذا. بعد كده يا مستر بنشرح وين يا مستر هي بمعنى اين لما تيجي سؤال. طب لما تيجي بمعنى رابط قال لك تبقى حيث، وهتربط المكان زي ما بتسأل عن المكان تربط المكان. فيجي لك مثال زي ده، ذهب حيث نحن سوف نذهب. دي مكان يا مستر. ذا سكول وير اي تيتش، المدرسة اللي أنا أعلم فيها أو أدرس فيها. بس خلي بالك بقى يا مستر، هو مش المكان ده ينفع يبقى غير عاقل؟ قلت لك أيوه، ملحوظة مهمة جدا. بص بقى يا سيدي، لو اللي انت فاكره مكان ده جه معاه وصف زي بيج وسمول وفار ونير وكراودد وبيزي والحاجات دي، في الحاله دي يبقى دوت غير عاقل. انما لو المكان اللي انا بادئ بيه ده جه معاه افعال زي جو اللي هو ذاهب اليه، ليف يسكن او يعيش، بورن اتولد، لازم يجي معاه حدث حصل فيه، لازم يجي معاه حاجه حصلت في المكان ده عند المكان ده وانا ذاهب الى المكان ده، ساعتها يا مستر تبقى مكان. انما لو ما جاش حاجه حصلت فيه يبقى في الحاله ديت يا مستر يبقى غير عاقل، بيبقى ايه؟ بيبقى ويتش. تعال بص المثال ده. بص بقى في المثال معانا هنا، بقول لك كايرو نوت is a big city is crowded. المثال اللي تحتيها قلت لك كايرو نوت I live is crowded. الجمله الثانيه ثابته ان هي زحمه. طب في الجمله الاولى قال لك يا مستر الجمله الاولى هنا غير هنا، القاهره هنا مختلفه عن هنا. ليه؟ قال لك لان فوق القاهره جايه مكان السبجكت، لان القاهره هي اللي مدينه كبيره. انما هنا يا مستر القاهره حيث اعيش، هنا بقول لك القاهره التي تكون مدينه كبيره. يبقى يا مستر هنا جايه بمعنى حيث فتبقى وير. ليه بقى؟ قال لك لان هنا اعتبر ان القاهره مكان انا عايش فيه، انما هنا يا مستر اعتبرها غير عاقل فاخدت ويتش لان بوصفها ان هي بيج سيتي، مدينه كبيره. خلي بالك بقى من ملحوظه مهمه كمان. بص يا سيدي، كلمه ويتش ينفع تربط المكان بقى، يعني كايرو بتاعت المكان يا مستر تتربط ويتش، قال لك تتربط ويتش بشرط يبقى قبلها حرف جر ان وان وات وتو. ليه؟ لان هتيجي بقول لك ان وير بدون حرف جر، يعني لو لقيت حرف جر ينفع استخدم وير؟ قال لك لا، حرف الجر ما يجيش مع وير، حرف الجر ما يجيش مع وير. ندخل بعد كده يا مستر على وين بتيجي بمعنى عندما، ودي هتربط ايه؟ قال لك هتربط التايم، الوقت. زي مثلا بقول لك شهر اكتوبر عندما تبدا الدراسه. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، نفس اللي عملناه يا مستر مع وين هنعمله مع وين. لو لقيتني بقول لك ان الشهر ده او السنه دي او الوقت ده بيحصل فيه حاجه يبقى كده وقت. طب لو انا قلت لك الشهر من شهور الصيف مثلا او اول شهر في السنه، لا ساعتها ده يا مستر يبقى غير عاقل. بص كده المثال ده بقول لك 1973
when عندما التقطت هذه الصورة. طبعا هنا المفروض كانت تبقى تصريف ثالث وتبقى taken. when this photo was taken عندما التقطت هذه الصورة. يا مستر نأكد تاني، احنا لو استخدمنا when لازم الوقت ده يبقى حصل فيه حاجة، انما لو استخدمنا which فبوصف الوقت ده ويبقى ساعتها غير عقل. واوعى تنسى ان in وon وat مع which يساوي when، لان when بتيجي بدون حروف جر. فممكن حد يقول لي طب يا مستر افرق ازاي؟ امتى ان وامتى اون وامتى ات؟ هقول له افتكر بقى اغنيه بنغنيها في ابتدائي، ان اون ات شهور ايام ساعات. فلو انت يا مستر استخدمت in which يبقى انت بتربط شهور بسنين، ولو استخدمت on which يبقى ايام، ولو استخدمت at which يبقى الساعات. ندخل بعد كده على why اللي بتربط يا مستر السبب بالنتيجة. بص يا سيدي، احنا عندنا why ما بتجيش لوحدها، دايما اسمها that's why او that is the reason why، وممكن تبقى for which، وفور ويتش يعني الذي لأجله. وخلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا جدا جدا، ويتش كل ما بيجي مع حرف جر بتبدل واحد من الروابط، ويتش مع حرف جر تديك واحد من الروابط، ويتش مع حرف جر تديك واحد من الروابط. بعد كده يا مستر ناخد وات، وات بمعنى ما، وخلي بالك ان بنسبة 99% وات بيجي قبلها ايه؟ فيرب، بنسبة 99% وات بيجي قبلها فيرب. فبقول لك يا مستر انا لم افهم ما كنت تقوله. خلي بالك انت ممكن تبدا بوات يو مثلا said، ما قلته wasn't true، اللي قلته ما كانش حقيقي. ينفع ابدا بوات وتبقى بمعنى ما او ماذا، زي المثال اللي انا لسه مديهولك من شويه في المباشر والغير مباشر. خلي بالك بقى يا مستر في الفرق ما بين هوز وهوز، لان الاثنين نفس النطق بس فرق في القاعده. هوز يا مستر اللي من غير ابوستروف دي بتعبر عن الملكيه، معنى الذي ملكه، وتيجي مع حروف جر، انما اللي فيها ابوستروف ما بتاخدش حروف جر ولا بتعبر عن ملكيه. ممكن تبقى اختصار لهو هاز وساعتها تجيب تصريف ثالث، ممكن تبقى اختصار لهو از نجيب اي ان جي يا مستر، وممكن تبقى اسم وممكن تبقى صفه. بس خلي بالك ده لو ابوستروف اس، انما لو هوز يبقى ملكيه ويجي بعديها الحاجه الممتلكه. بعد كده يا مستر هو انا ايه الفرق ما بين ذات وهو وويتش مثلا؟ بس خلي بالك احنا قلنا اول فرق كان الكونة، وان ذات ما بيجيش قبلها حروف جر. طب افرض يا مستر مفيش ولا كونة ولا في حروف جر، في فرق كمان قال لك خلي بالك بقى الكلمات اللي زي دي زي all زي any زي every زي few زي little زي many بتحب that، يعني يفضل استخدام that مع الكلمات دي. يعني مثلا انت هنا يا مستر عندك that وعندك which، بس جيت ابص لقيت ايه؟ any، في الحاله دي تبقى that. ليه يا مستر اخترنا that مع ان which تنفع؟ قال لك لان هنا يفضل استخدام ايه؟ that. تعالى بقى بص معايا على المثالين دول. هل انت تقدر تطلع لي ايه الغلطه في المثالين دول؟ طبعا انت لو بصيت كده فللوهله الاولى هتقول لي يا مستر الغلطه واضحه وصريحه جدا. في المثال الاول انت جبت بي تصريف ثالث من غير اي داعي، وفي المثال الثاني انت جبت اي ان جي برضه من غير اي داعي. ده للطالب اللي ما ركزش معانا في يونت 11 في الاسماء الموصوله وافتكر حاجه اسمها حالات الحذف. بص بقى يا سيدي، هقول لك الجمله دي صح والجمله دي برضه صح. تقول لي ازاي يا مستر؟ اقول لك ركز بقى معايا وقعد نشرح واحده واحده. في الجمله دي قال لك كان فينا حاجه واتحذفت، كان المفروض اقول which was eaten، ولكن قال لك في حاله المبني للمجهول مع الاسماء الموصوله تقدر تحذف الرابط وتقدر تحذف الفعل المساعد ويتبقى لك التصريف الايه؟ التالت، بشرط ده في حاله المبني للمجهول. طب في حاله المبني للمعلوم قال لك ما هنا برضو كانت حاجه واتحذفت. هنا يا مستر كانت ممكن تبقى who is driving، وخلي بالك كان ممكن تبقى who drives. طب يا مستر هو ايه اللي بيحصل؟ قال لك في حالة المعلوم
بنحذف الاسم الموصول، ولو في فعل مساعد يتحذف ونسيب الاي ان جي. طب يا مستر لو مفيش فعل مساعد، قال لك برضه احنا اللي هنحط الاي ان جي من عندنا، قاموا حاسبين الاي اس ومرجعين الاي ان جي. يبقى يا مستر في حاله المجهول يتبقى لي تصريف ثالث، في حاله المعلوم يتبقى لي الفيرب مضاف له اي ان جي. حاله الحذف الثالثه هي سهله قوي 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 قوي، وهي ان الجمله هتفضل زي ما هي. هحذف الاسم الموصول اللي هو هيكون في الغالب هوم او ويتش، هحذفه وبتتبقى لي الجمله زي ما هي. زي مثلا هقول لك the man I met، الرجل الذي قابلته، شلت الذي وبقت the man I met بدل ما اقول لك the man whom I met. طبعا دي القواعد بتاعت حالات الحذف اللي كنا لسه بنقول عليها. في حاله يا مستر المجهول بيتبقى لنا تصريف ثالث. the food بدل ما اقول لك which is made خليتها made على طول. طب يا مستر في حالة المعلوم يبقى لي الفيرب اي ان جي. the teacher teaching بدل ما اقول who is teaching. انما في حالة المفعول بحذف الاداة او الرابط اللي هو الاسم الموصول بس، وتظل الجملة كما هي بدون اي تغيير. تعالوا بقى نتكلم على الكوما واهميتها. بص يا سيدي، احنا اول حاجه قلناها في الكوما قلنا ان مزت ما بتاخدش كوما، ما يجيش قبلها كوما. ليه؟ قال لك اصل زت دنكه شويه، ما بيجيش غير في الجمله الاساسيه. امال يا مستر ايه علاقه الكوما بالموضوع اللي انت بتقوله ده؟ قال لك اصل الكوما بتقول لك ان الجمله اللي ما بين 2 كوما قبلها كوما وبعديها كوما هي جمله غير اساسيه، يعني يمكن حذفها، اللي بنسميها بالعربي جمله اعتراضيه. فيا مستر انا هنا لما قلت لك ماي براذر هو، هنا كان ينفع احط ذات. ليه؟ قال لك عشان ما فيش كوما والجمله هنا اساسيه. عرفت منين؟ انا هنا ما اقدرش احذف الجمله دي. ليه؟ قال لك لان معناها كده ان انا عندي اكتر من اخ، فلو انا قلت لك اخويا اتجوز او اخويا هيتجوز هتقوم قايل لي عندي اخ يا مستر. مين؟ منطقيا. ليه؟ لان يا مستر انا عندي اكتر من اخ، فان انا اقول لك اخويا اللي عنده عربيه لونها سيلفر، فانا كده حددت لك اني اخ، انا عندي اخوات كتير. طب يا مستر امال لو ما كانش عندي غير اخ واحد، قال لك ساعتها احط الكوما، لان كده الجمله دي اعتراضيه يمكن حذفها، ملهاش لازمه وما ينفعش احط فيها ذات. فلو انا ما عنديش غير اخ واحد وقلت لك اخويا هيزورنا، انا ما عنديش غير اخ واحد، تقول لي انا اخ هو مفيش غيره. يبقى يا مستر الكوما لما تبقى موجوده قبل الرابط او قبل الاسم الموصول وبعد الجمله بتاعته، يبقى كده يا مستر انا بوضح لك ان الحاجه دي او الشخص ده او الشيء ده مفيش منه غير ايه؟ واحد بس، فمش محتاج ان انا اديك معلومات زياده عنه. انما لما ما يبقاش فيه كوما واقدر احط ذات، بفهم ساعتها ان الحاجه دي يا مستر في منها كتير، فلازم اميزها لك واقول لك انا قصدي على انهي واحده. ندخل بعد كده على يونت 12. قبل ما نبدا في يونت 12 انا حابب اوضح ملحوظه مهمه جدا 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 لازم نخلي بالنا فيها. تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين لما اقول لك she's smart ممكن اقول لك she must be smart؟ في فرق، طبعا في فرق، ده في كارثه ما بين الجملتين دول، ومع الاسف معظم الطلبه ما بتبقاش فاهمه ايه الفرق يا مستر. ايه الفرق ما بين لما اقول لك she is smart ولما اقول لك she must be smart؟ قال لك she is smart ده يا مستر واقع. يعني ايه واقع؟ قال لك يعني الحاجه دي حقيقه. هل انا بستنتجها او اجتهاد شخصي مني ولا دي حقيقه معروفه؟ قال لك لا دي كده حقيقه. لما اقول لك she is smart انا بوصفها بالذكاء، هي شخص ذكي. انما لما اقول لك she must be smart يا مستر قال لك ده استنتاج. يعني ايه استنتاج؟ قال لك يعني هي عملت فعل او عملت حاجه فانا استنتجت ان هي ذكيه، بس ممكن تبقى جايه معاها حظ. يعني مثلا هي نجحت في الامتحان، انا ما اعرفهاش، هي نجحت وجابت درجه كويسه، قلت لك ده هي بالتاكيد ذكيه، بس هل انا اعرفها وعارف ان هي ذكيه؟ لا. عارف ليه؟ لان مش ممكن تبقى غشه في الامتحان؟ ممكن. مش ممكن الامتحان يبقى سهل؟ ممكن. فهل يا مستر ان هي نجحت في الامتحان وانا ما شفتش الامتحان ولا ليا علاقه بيها ولا اعرفها يبقى اتاكد ان هي ذكيه واقول لي شي از سمارت؟ قال لك لا. لو انا اعرفها فهديها صفه وتبقى شي از سمارت، وده واقع حقيقه. الحقيقه هي مش استنتاج، بس لو احنا هنقارنها بالاستنتاجات فهي 100%، مفيش نقاش عليها، ما يختلفش عليها اتنين.
انما الاستنتاجات قال لك الاستنتاجات اول واحده هنشرحها عندنا في اليونت هي ماست، وقال لك ماست دي نقدر نقول مثلا ان هي ب 90%. انا واثق من كلامي، بس كتير جدا بنبقى واثقين في كلامنا بيطلع غلط. انا واثق ان هي ذكيه يا مستر، دي مقفله، دي اكيد ذكيه. مش يمكن كانت غشه يا ابني؟ اه يا مستر تصدق يمكن. فحتى لو انا عندي دليل على الحاجه ده ما يخليهاش واقع ولا حقيقه، بس احتمالها كبير جدا. اتفقنا على الفكره دي؟ يلا بينا نخش على الدرس. يلا 12 بقى معانا يا مستر بيتكلم على الديدكشن، الاستنتاج او الاستنتاجات. قال لك بص، اول حاجه نكون عارفينها ان الاستنتاج نوعين، يا اما في البريزنت يا اما في الباست، يا اما في المضارع يا اما في الماضي، ما يختلفش على الكلام ده كتير. قال لك بص يا سيدي، اول كلمه معانا في الاستنتاج هي ماست. ماست بيجي بعدها فعل في المصدر، بس ممكن الفعل في المصدر ده يبقى بي، يعني يا اما مصدر يا اما بي، ما اجيبش الاثنين، يا اما اجيب بي يا اما اجيب فعل في المصدر. بص بقى، كلمة ماست يا مستر هي احتمال مؤكد، بس هي ايه؟ احتمال، او ممكن اقول هي استنتاج مؤكد، بس استنتاج، هل هي واقع او حقيقة؟ لا. طب يا مستر في المضارع او اوقات هتعبر عن المستقبل، بس نادرا، مالناش دعوه بالحته دي. فقلت لك شي از كرايم، هي بتعيط، يبقى شي ماست بي ساد، هي اكيد حزينه. ده استنتاج. طب مش يمكن بتعيط مثلا عشان تعبانه؟ حاجه معاها؟ ممكن دموع فرحه، الله اعلم، بس الغالبيه او الاستنتاج الاغلب اللي بنسبه 90% ان هي حزينه، بس ممكن يبقى في احتمال تاني. طب لو انا رحت سالتها بتعيط ليه وقالت لي اصل انا زعلانه، ساعتها قام قايل ايه بقى؟ شي از ساد، ده كده ما بقاش استنتاج، ده بقى واقع وايه؟ وحقيقه. طب يا مستر الدرس بتاعنا كله علشان اخلي اي فعل من اللي هنشتغل عليهم ماضي بحط له هاف زائد البي بي، فانا عايز اعمل استنتاج في الماضي هيبقى ماست هاف بي بي، بس خلي بالك ده استنتاج مؤكد، يعني متاكد ان الحاجه دي حصلت، بس هل هي واقع؟ لا، لانها لو واقع وحصلت مش هستنتجها، هتبقى حقيقه. هقول لك he was late، هو اتاخر، ده واقع. she overslept، هي راحت عليها نومه، ده واقع انا عارفه. انما انا بستنتج ان حد ما جاش الحصه، فبقول لك احتمال هو اكيد راحت عليه نومه، بس انا اتصلت بيه قال لي يا مستر انا راحت عليا نومه، ما حصلش. فده يا شباب استنتاج، سواء في المضارع او في الماضي، مش 100% نهائي. زي المثال اللي قدامنا ده، قلت لك شي از كرايم، دي بتعيط، فاستنتجت قلت لك ده هي بالتاكيد ضيعت تليفونها، بس يمكن بتعيط على اي حاجه ثانيه، وارد. لان انا رحت عارف انا لو رحت سالتها قلت لها بتعيط ليه؟ قالت لي اصل انا تليفوني ضاع، ساعتها مش هيبقى استنتاج، هقوم شايل ماست هاف وقام قايل لك شي لوست هير فون، ضيعت تليفونها. او ممكن اخليها هاز لوست هير فون، عشان هنا الزمن از طبعا مضارع، بقول لك هي بتعيط ده هي ضيعت تليفونها، ده مش استنتاج، ده كده واقع وحقيقه. ركز في الملحوظه دي عشان ما تتلخبطش. يبقى الاستنتاج ما فيهوش 100%، الاستنتاج هو احتمالات. بعد كده يا مستر عندنا مي ومايك وكوت، والثلاثه دول احتمال ضئيل جدا بنسبه مثلا 10%، وانا بحب اقوم مزود هو احتمال ضئيل جدا مائل الى النفي. انا مش متاكد من كلامي، وبنسبه 90% من الوقت لما بيستخدم قاعده مي او مايك او كوت بيحط لك حاجه زي نوت شور، انا مش متاكد، اي دونت نو، انا لا اعرف، وحاجات شبه اللي هي بتبين لك ان هو مش واثق في نفسه ولا واثق في كلامه. زي المثال اللي قلت لك they may come late، هم ربما احتمال يتاخروا، I'm not sure، اصل انا مش متاكد، I don't know، انا لا اعرف. بعد كده يا مستر قال لك لو حبينا نخليهم ماضي هنقوم مزودين ايه؟ هاف زائد البي بي، هاف زائد التصريف الثالث بتحول اي فعل من الافعال الناقصه للماضي، اوعى تنسى. قال لك يا مستر لو استخدمت مي او ماي او كود هاف زائد التصريف الثالث فهو احتمال ضئيل في الماضي، وبنزود زي ما قلنا الملحوظه بتاعتنا مائل الى النفي، يعني في الغالب ما بيحصلش. فبص المثال كده لقيته يقول لك he didn't come early، هو ما جاش بدري، he might have missed the bus، هو احتمال يكون فات الاتوبيس، هو ممكن يبقى راحت عليه نوم، ممكن يبقى تعبان ومش هيجي، احتمالات كتير، لان انا مستخدم مي او مايك او كود، والثلاثه دول احتمالهم ايه؟ ضئيل او بسيط.
هنزود بقى ملحوظه كمان مع الكود ونربطها بيونت 7. يا مستر خلي بالك ان الكلام دلوقتي على كود لوحدها، لو جه بعديها هاف زائد البي بي. في اول الفيديو انا كنت قايل لك ان الكود هاف بي بي بمعنى كان قادرا على فعل شيء، كان قادر يعمل الحاجه ولكن اختار عدم فعلها. انت كنت تقدر تعمل بس بمزاجك اخترت ان انت ما تعملش. بعد كده يا مستر ناخد كانت. انا بص بقى يا سيدي، كانت دي هي زيرو، احتمالها 0%، يبقى الحاجه دي مستحيله تكون حصلت في المضارع مع كانت، فبقول لك هي بمعنى مستحيل. خلي بالك ان كانت في يونت 7 كانت بتيجي مكان مصر مع المنع والتحريم. بص كده بقول لك انت مستحيل تشوف مستر حسام في المدرسه، ليه؟ ده نايم تعبان في السرير. لو انا نايم تعبان في بيتنا انت هتشوفني في المدرسه؟ لا يا مستر مستحيل، ما بتحصلش. طب يا مستر قال لك في الماضي بتبقى كانت او كودنت، بس هنزود هاف زائد التصريف التالت، وكانت او كودنت هاف بي بي يا مستر بمعنى حدث مستحيل، الحاجه دي مستحيله تحصل في الماضي. بقول لك انت استحاله تكون ذاكرت بجد، ده انت سقطت. لو انت سقطت يبقى انت ذاكرت؟ مستحيل يا مستر، مستحيل حد يذاكر وايه ويسقط. بعد كده مستر هنا بنفكرك بشود هاف وشودنت هاف اللي كنا بنقولها مثبت منفي ومنفي مثبت برضه من يونت 7. لو هي شود هاف تصريف ثالث او اوت تو هاف زائد التصريف الثالث بمعنى كان ينبغي ان تفعل ولم تفعل، بتيجي مع الندم او اللوم، بتيجي في اللوم او الندم. فبقول لك I should have studied. يا مستر هي مش دي مثبته؟ يبقى الحدث منفي. انا كده ذاكرت؟ لا، لم اذاكر. بقول لك انا كان المفروض اذاكر ولكن لم اذاكر، اكني بالظبط قلت لك I ought to have studied، انا كان المفروض اذاكر وبرضه انا لم اذاكر. انما لو جبتها منفيه بأوتنت او بشودنت ما كانش المفروض تعمل بس عملت، لم يكن ينبغي ان تفعل ولكن فعلت. You shouldn't have wasted your time، ما كانش المفروض تضيع وقتك، يبقى انت ضيعت وانا بلومك، يبقى انت هنا ضيعت الوقت. You oughtn't to have wasted your time. هي يا مستر قلنا ان shouldn't مساويه ال oughtn't to. كده بنكون خلصنا شرح ال6 يونتس بتوعنا، وهنزل لكم طبعا فيديو القصه منفصل لوحده. بس يلا بينا نبدا نحل على المنهج بتاعنا اول 6 يونتات. طبعا الاسئله احنا عاملينها ميكسد زي ما بنشوفها في نظام الامتحان، يعني الاسئله مش مترتبه يونتات والكلام ده، لا الاسئله مختلطه. هتلاقي سؤال من يونت 7 على سؤال من يونت 12 على سؤال من يونت 8 على سؤال كلمات على سؤال جرامر، كله داخل في بعضه بحيث ان احنا نبقى قادرين نميز خلاص السؤال دوت على انهي قاعده وانهي زمن، نقدر ان احنا نحل عليه بكل بساطه. يلا نبدا.